وكمان إحنا ابتدينا تسجيل كده. تمام. تمام. مش ازيك يا مِس عاملة إيه؟ الحمد لله بخير. الدنيا الحمد تمام؟ لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أعتقد ده أول مرّة تعملي podcast صح؟ حقيقي ليك السبق في التشجيع على الفكرة دي بصراحة، إن هي ما جاتش على بالي قبل كده. والله فكرة وبعدين برضه حضرتِك ساعدتيني في الفكرة برضه. إن ربنا شاء الله يبارك فيك يا رب. إن شاء الله ما تكونش آخر مرّة ويكون podcast إن شاء الله ناجح. يا رب، يا رب، بالتوفيق ليك يا رب العالمين. يا رب إن شاء الله. شرف ليّا طبعًا والله الpodcast دوّة وإن شاء الله نقدر نفيد الناس ربنا يعني يبارك فيك. متوقعين يعني إن شاء الله. يا رب، يا رب، إن شاء الله بإذن الله. طيب حابين كده نبدأ الpodcast طبعًا الحلقة بتاعتنا حابين نبدأها طبعًا أول سؤال اللي هو تعرّفي نَفْسِك للجمهور. حضرتِك طبعًا. إيه، اتخرّجتِ منين، كام سَنة كده؟ تمام. طيب أول حاجة أنا خريجة جامعة الزقازيق، أنا متخرّجة من 5 سنين، خريجة كلية التربية. فالتربية لغة إنجليزية. اتخرّجت عادي زي كل الناس بالمستوى العادي بتاعهم. وبعد كده بقى بدأت أشتغل على نَفْسي أنا، آخُد كورساتي، أطوّر نَفْسي علشان أبقى دلوقتي الحمد لله رب العالمين بقى لي دلوقتي أكتر من 8 سنين. أنا بدأت حتى شُغل من قبل ما قبل التخرُّج بكتير 3 سنين تقريبًا. فبالتالي أنا دلوقتي عندي خبرة 8 سنين في تدريس الأطفال الyoung learners والadults الناس الكبار. فكمان بدأت أدرّب IELTS من 4 سنين. فبقى لي 4 سنين دلوقتي مُدرِّبة IELTS. بقى لي 4 سنين باشتغل في conversation للadults. بنأهِّل الناس للسفر، الناس اللي عايزة تسافر وعايزين يجيبوا سكورات عالية. فده شغلي دلوقتي. عاش، عظمة اللهم بارك. كام سَنة الله يبارك حضرتِك؟ فيك. أنا 26 سَنة. لسه صغيّرة يعني. Yes. تمام جدًا، تمام. طيب إيه اللي مخلّيكِ يعني أنتِ حضرتِك شايفة إيه، إن أنتِ مختلفة عن الناس إزاي؟ أو إيه اللي مخلّيكِ مختلفة عن الناس عمومًا؟ عمومًا إن أنا ما باقبلش بالواقع، يعني إيه؟ يعني أنا الظروف حطتني إن أنا دخلت كلية التربية واكتشفت إن أي حد في تربية إنجليزي أو أي حد يعرف المدرسين اللي حواليه، ممكن أطلع وأبدأ إن أنا أشرح grammar وأشرح grammar بالعربي. ولمّا تشوف لمّا تشوف she حُط لها is ومش عارف إيه. وإن أنا أصلًا لو جيت وقف قدامي حد أجنبي مش هاعرف أتكلم معاه. ده الواقع، ده اللي أنا لقيت نفسي فيه. ففكرة معظم عدم الط تقبُّل وضعك أنت وإن أنت تدوّر إن أنت تغيّر ده. دي الحاجة اللي أنا أظن إن أنا ممكن تبقى مميزاني شوية أو أنا حاسة إن أنا مختلفة فيها شوية. باقول لحضرتِك أعتقد ده اللي بيحصل مع معظم الطلبة، كام واحد دخل تربية English وطلع منها زيه زي أي حد عادي فينا، كأنه ما درسش أو مثلًا ممكن يطلع يدرس الابتدائي وإعدادي آخره مثلًا ويخاف يخش المرحلة الكبيرة شوية أو يدّي كورسات أو يتكلم زي الأجانب وهكذا. بالضبط، لإنه اللغة بتاعتنا ما بتبقاش مؤهلة، حتى طريقة الدراسة نفسها للأسف رغم إن دي جامعة ورغم إن ده تخصُّص. ما بتبقاش الطريقة اللي تأهِّل حد إنه يطلع يبقى بيتكلم أو الspeaking skill بتاعته تطلع تأهِّله إن هو يعمل محادثة باللغة الإنجليزية. هو أنا شايف المفروض إن هو يعتمد على نفسه عشان يوصل للمستوى ده، لكن لو اعتمد على طبعًا التدريب بتبقى في مساعدة. لازم يعني هيحتاج مساعدة، بس إنه يدوّر أصلًا إن أنا ما اسكتش على نفسي لو أنا مش عاجبني وضعي إن أنا فيه، إن أنا أغيّره. بالضبط، أيوه بالضبط كده، كويس والله. طيب طفولتِك أثّرت فيكِ إزاي؟ يعني أنتِ من الطفولة أصلًا حابة اللغة أو كنتِ حابة المجال دوّة أو كنتِ بتفكّري فيه، أو مثلًا التربية بتاعة مثلًا والدِك، والدتِك مثلًا أثّروا عليكِ إن أنتِ اللي هو تعتمدي على نَفْسِك مثلًا، اللي هو تكوني مختلفة عن الناس، فتحبّي تعملي حاجة جديدة أو تحبّي توصلي مثلًا لمرحلة كبيرة في المجال وكده والّا طفولتِك أثّرت إزاي عليكِ؟ طيب هي طبعًا طفولتي أثّرت عليَّ. أولًا أنا ما فكرتش أبدًا في حياتي إن أنا أكون مدرسة لغة إنجليزية أو إن أنا أبقى English instructor. دي أول حاجة عمري ما تخيلتها. ولكن أنا جدي رحمه الله يعني كان مُوجِّه لغة إنجليزية. فأنا طلعت باحب اللغة بس ما اتخيلش إني أدرسها. حتّة بقى تربية وأسلوب التربية طبعًا بيفرق. ما شاء الله يمكن والدي ووالدتي عندهم مكتبة. فكان التشجيع بابا عنده كُتب English ماما عندها كُتب عربي وطلعت قوية في اللغتين مش في لغة واحدة. حتّة إن اقري دوريه. بابا كان طول الوقت بيسأل تحبي تعرفي إيه، وأنا عندي شغف باللغة، فكان بيجيب لي كتب مترجمة، القانون مترجم، يعني بالنسبة لحد في إعدادي كنت باطلب الدستور بالمواد بتاعته مترجمة وأقعد وأذاكرها وأشوف معاني كلمات صعبة جدًا، وأقعد وأترجم وكنت حاباها، فكان بيشجعني. كان جميل، يتكلم معايا هو عارفني باحب اللغة يقول لي: "طب قولي لي دي معناها إيه بالإنجليزي، طب دي". فكان بينمّي فيّا الحتّة دي إن أنتِ بتحبي تعملي حاجة لأ كمّلي.
ده كله حضرتك حت في إعدادي وكده اللي هو أيام الدراسة؟ إعدادي وابتدائي لأ، أيام الدراسة كان في جانب إن أنا باحب اللغة لوحدها، فكنت باجيب فعلًا يعني موجود عندي لسه القانون مترجم. ودي كانت حاجة صعبة، بس أنا كنت أقعد أقول له: "أنا عايزة كُتب في اللغة الإنجليزية، هات لي كتاب عن كذا، عايزة قصة". كنت زمان باعتمد على القصص اللي هي عربي، إنجليزي، لمّا نيجي دلوقتي في طريقة التعليم، اللي هي صفحة عربي، صفحة قدامها إنجليزي، وأقعد أشوف هو مترجمها إزاي. طبعًا، إن الأهل ينمّوا ده، وإن صراحة زمان في الوقت اللي كان الأطفال بتشتري فيه بسكوت وحاجات حلوة ومش عارف إيه، كانت والدتي دايمًا تقول لنا: "عينوا إن شاء الله جنيه من كل يوم، وهات كتاب في آخر الأسبوع، هات كتاب في آخر الشهر واقراه". وكانت تعمل كده، تقول لنا كل واحد يحط جنيه علشان نجيب كتاب وعشان نقرا كتاب. فبصراحة ربنا يبارك لهم في حتّة التشجيع على القراية والإطلاع والعلم، دي حاجة جميلة بصراحة. كويس، لكن أنتِ ما كنتيش حاطة في دماغِك إن أنتِ ممكن تكوني مدربة English. لأ خالص، خالص. كنت عايزة أبقى دكتورة أطفال أساسًا، فدي حاجة مختلفة. هي بس الواحد لمّا طلع وبقى ده أساسي، إن خلاص الواحد بقى مُدرِّس لغة، اكتشفت إن حُبّي للغة فادني طبعًا. يعني كده برضه كانت حاجة عندي إن أنا باحبها، فدي حاجة ساعدتني جدًا، أنا باحب شغلي. كويس والله، كويس جدًا. أعتقد حُبِّك لشغلِك ده برضه أثّر فيكِ إن خلّاكِ أصلًا توصلي للمرحلة دي. ده حقيقي. طبعًا أنت بتعمل حاجة أنت بتحبها أكتر أو حاجة أنت مُعتَز بيها وبتستمتع وأنت بتعملها، بتخفِّف عنّك التعب. كده كل الشغل مُتعب، مش شغل مش مُتعب، يعني حُبّك ليها مش بيخفِّف التعب، بس بيخلّيك مبسوط وعايز تكمّل. حُبّي لشغلي هيخلّيني أولًا أحب التعب أصلًا، تمام، ثانيًا مش هيخلّيني أحس بيه، ثالثًا هيخلّيني أستمر فيه كمان. ده اللي بيحصل بالضبط. معايا شخصيًا، يعني أنا برضه في مجال الgym وكده، حُبّي له مخلّيني مش شاغل دماغي بحاجة، فورمة أو مش فورمة، الناس، كلام حد، وصلت أو ما وصلتش، ما دام أنا حابب المجال أنا هاستمر فيه. ده تعبت ما حقيقي. تعبتش أيًا كان، أنا عشان أنا باحب المجال باستمتع بيه أصلًا، حتى لو تعبت أنا باستمتع بالألم ده كمان، ده أعتقد يعني. حقيقي. إمم. ده مضبوط. كويس. طب ممكن تقول لنا مثلًا تجربة غيّرت لِك حياتِك، يعني مرّيتِ بتجربة مثلًا أو موقف غيّر حياتِك يعتبر، شقلبها كده؟ طيب أنا لو هارجع لموقف، هارجع لموقف مُحرِج جدًا، جدًا. أنا عمري أنا شخصية يعني بدايتي خالص أنا شخصية منطوية جدًا، شخصية اللي بتقعد في آخر الصف، آخر الclass، مش باشارك، مش باطلع، ودي حاجة مهمة جدًا الإنسان يعملها إنه يشارك ويطلع في مجالات. وقررت فجأة إن أنا أتغيّر، هي برضه دايمًا فكرة التغيير دي عندي إن أنا لازم أتغيّر، فهاروح إن أنا أشترك في الإذاعة بتاعة المدرسة، ودي حاجة أنا أبعد ما يكون عنها. فطلعت وما عرفتش أتكلم، قُلت جملة وخُفت واترعشت وجريت وقفت في الصف بتاعي ووقفت وفضلت بقى فضلت أعيط طول اليوم، طبعًا المدرسة كلّها بأكملها فضلت تتريق عليَّ وإحنا طالعين على السلم وإحنا جوّه الفصل وكده. فقعدت فترة أفكّر مع نفسي طَب أنا هاعمل كده تاني بس مش هاخاف، فبقوا صحابي يقولوا لي: "طَب اللي عمل كده ده هيقعد في جنب مش هيورينا وشه تاني أبدًا". بس أنا قُلت لنفسي إن الإنسان مش معنى إن هو فشل مرّة في حاجة أو قرر يعمل حاجة فباظت أو خاف، لأ أنا أقعد مع نفسي أشوف نفسي أنا خُفت ليه؟ أنا محتاجة أتدرّب أكتر، هُم كانوا بيسلمونا الحاجة يومها، لأ أنا بقيت آخدها قبلها بيوم، وقررت أطلع تاني، وقررت إن أنا لأ أنا هارفع إيدي ولازم تختارني. طبعًا المدرسة عدِّت السنة وجات في السنة اللي بعدها قالت لي: "طب هنجرّب تاني مش كل سنة مرّة ما فيش مشكلة". والمرّة دي كنت عندي ثقة أكتر، مش perfect مش زي البنات اللي كانت بتطلع وقتها، لإن دي مش شخصيتي، بس بعدين لقيت إن أنا أحسن كتير. أيام الجامعة نفس الشيء، جرّبت نفس التجربة، إني أطلع ألِم فلوس الكتب بتاعة الطلبة كلّها، وأحُط نفسي في مسؤولية إني ألِم من 1000 طالب فلوس كتاب، وده معناه إن أنا كنت باروّح بمبلغ مادي كبير جدًا، كان إمم. والدي معترض طبعًا، بس أحُط نفسي في مسؤولية إن أنا أطلع أمسك مايك فلان الفلاني ما استلمش كتاب، فلان الفلاني لو سمحت ييجي يستلم كتاب، فلانة الفلانية الكارنيه بتاعها كذا، لدرجة إن أنا بقيت الspeaker بتاعة الدفعة. حد عايز حاجة قولوا الدعاء تقول في الميكروفون. فأنا ما كنتش متخيلة إن أنا كدعاء بعد فترة من الزمن بقيت الشخص اللي بيُقف وبيتكلم مع الناس وفي المايك وكده، بس أثّرت فيّا كتير طبعًا، خلّتني جريئة وما باخافش. إمم. كويس. هو أنا شايف إن الواحد لمّا بيحُط نَفْسه في مسؤولية، بيلزم نَفْسه غصب عنّه بيطلّع إمكانيات أعلى منّه أصلًا. أنا وهي ساعات حاجة تغيّر. بالضبط، أنا برضه ساعات لمّا أحُط نَفْسي مثلًا تحت مسؤولية حاجة أنا ممكن أكون مش عارفها، في وقت لمّا أحُط نَفْسي تحت المسؤوليات والضغط دوّة، يعني باطلّع إمكانيات أنا ما أعرفش جات منين أصلًا، بس أنا ألزمت بالضبط. نَفْسي إن أنا أعمل كده أو أتعلّم الحاجة دي، عشان ما بالضبط، ده أتفشكلش. حقيقي. إحنا بالضبط آه. قدراتنا بتبقى أعلى بس إحنا مش مدركين بيها. صح، بنخاف من التجربة، من دي الآخر يعني. حقيقة. بالضبط.
في ناس كتير بتحب تشوف الناس الأول تجرّب، وبعد كده أنا أمشي وراهم، فعشان صح، كده الحتّة دي، فلأ أنت ممكن أنت تبقى سبحان الله أنت اللي تفتح الطريق للي بعدك، فعادي جرّب وما تخافش من حاجة. صح. تمام. طيب إيه رأيك في مفهوم المساواة بين المرأة والرجل؟ يعني ديّة المساواة بين الاتنين، البنات اليومين دول بنات الجيل ده تحديدًا يعني، إحنا عايزين يحصل مساواة، مش عارف عايزين نشتغل والمعاملة والكلام ده، إيه رأيك في الكلام ده؟ لأ، رغم إن ده شوية يمكن بعيد عن مجال شغلي، بس أنا لو هاتكلم في هاروح لحتّة الحياة أو كده، لأ، الدين ما سواش بين الرجل والمرأة، إحنا بنرجع للدين في أي مفهوم لينا بنتعامل فيه، الدين إدّى القوامة للرجل، والأريح ليّا كسِت إن تبقى القوامة في إيد الرجل، هو اللي يتصرّف، هو اللي ياخد التجربة، وأنا أبقى وراه، ده حماية ليّا أنا كشخص، ما فيش مصطلحات الindependent هو مش معنى إن أنا نجحت وطلعت وبتاع، إن أنا فعليًا خلاص حاسة إن أنا بقى فعلًا ممكن أستغنى وأعيش حياتي كده، لأ ما فيش الكلام ده، إحنا still أنا حاسة أو still لازم أنا باشوف الست إن أنا ضعيفة، إن أنا محتاجة حد يتكلم بالنيابة عني، إن أنا ما ادخّلش نفسي في مشكلة، ما احطش نفسي في موقف إن أنا اللي أبقى اللي باتكلم وباتصرف، ده مش حلو، ده بيغيّر طبيعة الست، وربنا حابب الست تبقى الحاجة الجميلة الطيبة فأنا ما ينفعش أغيّر طبيعة ربنا خلقها فيّا، إن أنا محتاجة حد أقوى. فلأ، هي القوامة للرجل لازم تفضل للرجل، فهو مصطلحات غربية مش بتاعتنا خالص بصراحة. كمان الموضوع ده مُتعب للمرأة أصلًا، أنا ما أعرفش هُم إزاي بالضبط، كده. بيأذيها الأول قبل ما يأذي الرجل أو نزهّق الرجالة، هي حاجة مؤذية للست نفسها لو فهمت إن أنتِ مش قوية وإحنا بنتأذي تتغيّر طباعها توصل لطباع مسترجلة، تبقى بتشتغل ومسترجلة وشديدة وبتاع، ما أنا ما اتخلقتش عشان أبقى كده أصلًا. صح، صح، كلام زي الفل، فلأ آه. عسل. طيب مفهومِك عن الرزق؟ الرزق فيه مثلًا مال، فيه صحة، فيه قبول بين الناس كده، إيه مفهومِك عن بجد شكرًا على السؤال ده، السؤال ده يمكن حاجة حلوة أوي. والسؤال ده بقى مش بس متعلق بالشغل والعلم وكل حاجة، السؤال ده يوصل معايا لمرحلة التحصيل، إن زمان الرضا بالرزق أول حاجة هي حاجة مهمة جدًا، ورزقك مش هتاخده في الحاجة اللي أنت عايزها على قد ما هتاخده في الحاجة اللي أنت بتجتهد فيها، الحاجة اللي أنت بتسعى لها ربنا لازم هيرزقك فيها، بس ممكن ما يرزقكش بالدرجة اللي أنت عايزها، يعني أنت بتجتهد أوي عشان حاجة مادية، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى ييسّر لك إن أنت بقى ليك صاحب كويس، تجتهد تلاقي ربنا باعت لك شريك حياة كويس جدًا، وباعت لك برضه رزقك بتسعى هو ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا السعي عشان يرزقنا بالمادة، فهيرزقك، هيرزقك إن أنت ممكن تبقى المادة بتاعتك قليلة، بس الأمراض عندك قليلة جدًا، ما بتصرفش على مرض، ما بتصرفش على علاج. فحتّة الرزق في الفهم نَفْسه، إن أنا ممكن سبحان الله يبقى ربنا رازقني حتّة إن أنا باحصّل كويس، بادرس كويس، حتّة إن أنا نفسيتي كويسة، باحب الخير لغيري ده رزق، كل حاجة فيها رزق، عشان كده حاجة من الحاجات المهمة جدًا إن أي حد بيدوّر على حاجة أو يبقى شايف إن هو مش عنده رزق كتير أو ما فلان ده هو أصلًا ناجح عشان هو معاه فلوس، ناجح علشان هو ربنا رازقه بذكاء أكتر، لأ. هو أنت لو اجتهدت ربنا هيرزقك اتولد وعندك رزق في بُقُّه معلقة من دهب، كتير. زي ما بنسمع بيقولوا اتولد في بُقُّه معلقة من دهب، ما فيش كده، الناس ما فيش الأغنيا. كده، ما هو ممكن يبقى عنده كده وعنده مشكلة، ممكن يبقى كده ومش لاقي مثلًا حد يتوافق معاه يبقى صديق، مش كده ووحيد، كده وعنده مرض نفسي مش مرتاح في حياته، ف فلأ أكيد عنده ربنا سبحانه وتعالى موازن الدنيا، أنا معايا حاجة وناقصني حاجة وأنت معاك حاجة وناقصك حاجة، بس وبنتكامل وأهم حاجة الرضا. في مقولة كده كانت لفيلم مش عارف ممكن تعرفيها والّا إيه، كانت نزلت من فترة مش عارف الممثل كان مين بالضبط يعني، كان بيقول اللي هو إن ربنا وإحنا كلنا هنا في الدنيا واخدين 24 قيراط، ربنا موزّع علينا 24 قيراط، بس هو الرزق نفسه مختلف، أنا ممكن أكون مثلًا واخد 5 قراريط مثلًا فلوس، على مثلًا 10 صحة مثلًا، على 5 مش عارف قبول بين الناس، على الباقي مثلًا كذا وكده، واحد تاني يكون واخد مثلًا 20 قيراط فلوس، فبنحس إن هو عنده ملايين زي ما بيقولوا إيه، ده مليونير. بس رزقه كله يعتبر فلوس، ومثلًا ما عندوش ولاد مثلًا، قبوله مثلًا عند الناس قليل جدًا، وهكذا. أنا من يوم ما سمعت المقولة ديّة وأنا فعلًا راضي بكل حاجة له، وأنا متأكد وعارف إن إحنا كلنا زي بعض، بس ما فيش صح. مشكلة، دوّة واخد مثلًا ولاد أكتر مثلًا، دوّة واخد مثلًا زوجة مثلًا صالحة، واحد تاني واخد فلوس، أنا مثلًا واخد حاجة مثلًا معيّنة، وهكذا. أعتقد لو بالضبط. مشينا بالمبدأ دوّة والمقولة دي هنرتاح كلنا أعتقد يعني.
ده أكيد، بجد. تمام. طيب ممكن تقولي لنا مثلًا مقولة أثّرت في حياتِك أو مقولة ماشية بيها في حياتِك مثلًا؟ مقولة أنا ماشية بيها في حياتي، زمان قريت جملة كده بتقول لك إن شمعة واحدة، تمام، ما تقدرش تنوّر الضلمة اللي في العالم، ولكن الضلمة اللي في العالم كلّها و100 ضلمة عليها ما يقدروش يطفوا نور الشمعة دي. أنا المقولة دي باحبها جدًا، فكرة إن أنت نَفْسك إنسان مستنير أو إنسان بتدوّر على الحق أو بتدوّر على الصدق، مش لازم تغيّر العالم اللي حواليك كلّه، أنت ممكن تبقى بتنوّر المساحة الصغيّرة اللي حواليك، دايرتك، بتختار الحاجة اللي حواليك وأنت تفضل منوّر. و واحتفاظك بالنور ده، يعني أنت لو مش هتغيّر العالم at least أنت نَفْسك منوّر ليك وللي حواليك. لو عندك اعتقاد أو عندك إيمان جواك، كل الناس ما تقدرش تغيّره، لو أنت شايف إنك صح ومُعتمد في الحاجة اللي أنت مُعتمد عليها دي، راجع فيها للدين، للحق، للخير، حاجة أنت بتعملها، اختلافك مش مأثّر على الناس بالسلب، أنت إيجابي وأنت عارف كده، كل الضلمة وكل الأفكار السلبية، كل الإحباطات، كل الحاجات دي ما تأثّرش عليك، مش لازم أنت تغيّر فيهم. فكرة إن أنا لازم أغيّرهم، لأ، والله هُم ما اتغيّروش وحواليّا ومصممين يعيشوا في عالم الظلام، ما فيش مشكلة، بس ما يغيّرنيش، ما يأثّروش عليَّ، ما يغيّروش إيماني، فأنا باحبها جدًا. وطبعًا مش هانسى تأثير الفراشة، آآ أنت ممكن تعمل حاجات صغيّرة جدًا، يقول لك جناحات الفراشة دي ممكن تعمل إعصار. ليه؟ أنت ممكن تبقى بتعمل حاجة صغيّرة جدًا وأنت حاجة صغيّرة زي النمل، يقول لك النمل لو تكاثر على عمود في البيت ممكن البيت ده يُقع بعد فترة، ليه؟ لإن أنت بتعمل خطوات صغيّرة، حركات صغيّرة جدًا، ولكن القطر يا جماعة، مجموعات كبيرة مننا أو خطوات كتير أوي في نفس الحاجة بتخلّي التأثير عظيم جدًا، إمم. بس ودي حاجة مهمة أوي وملهمة بالنسبة لي في حياتي لحد النهارده. يعني ممكن نستفيد منها مثلًا للناس اللي هو لمّا حد يكون عايز يبدأ حاجة مثلًا يبدأ إيه، خطوات صغيرة لو مثلًا عنده حاجة كبيرة جدًا، مثلًا بالضبط. اللي هو بس اللي عايز الالتزام. اللي بنى الأهرامات ده أو اللي بنى ال أو اللي واحد مثلًا عايز ينقل حاجة من مكان مثلًا اللي هو المقولة اللي هي بتاعة لو هَم بيذل الجبل لأزاله، إن هو أولًا يكون مصدّق نَفْسه ومؤمن بنَفْسه وبقدراته، زائد لو هيعمل خطوات صغيّرة، بس خطوة صغيّرة مع خطوة صغيّرة مع خطوة صغيّرة هتوصّله للكبير. بس أعتقد بالضبط، شباب اليومين دول بيكسّل يعمل الحاجة الصغيّرة دي أصلًا، يقول لك هو أنا هاتكلّم English، أنا مش عارف أعمل كذا، أنت عايزني أوصل لكذا، ما أنت لو بدأت بحاجة صغيّرة بس، يعني بعد مرور الوقت هتلاقي نَفْسك وصلت اللي أنت عايزه ده. بالضبط، ما بيبقاش في صبر، أنا بابقى مستعجل النتيجة، وده للأسف بتبقى مشكلة، يعني دي حاجة صعبة، أو عايزة آخد خطوات كبيرة لمدة أسبوع بعد كده هالاقي نفسي إن الخطوات الكبيرة دي متعبة، فمش هاقدر أكمّل بالجهد الكبير ده. فهنا بقى أرجع برضه لحاجة في الدين وحاجة يعني هو حاجة نبوية، إن أنا حاجات قليلة، بس الالتزام عليها بقى آخُد الحاجات الخطوات الصغيّرة دي وألتزم أكتر من الحاجات الكتير وما التزمش بيها وتبقى متقطّعة، فلأ قليل وألتزم بيه أحسن. بتحصل معايا بتقابلني مع الناس اللي بيتابعوا معايا، مثلًا واحد مثلًا يخش يتابع معايا مثلًا ويكون مثلًا وزنه عالي خالص وبعدين يروح أنا خلاص بقى عنده الحماس بقى، الحماس واخده من أول المتابعة، يقول لك أنا مش واكل خالص اليومين دول، يا عم أنا باقول لك كُل، أنا عايزك تاكل، لا يا كوتش أنا عايز أخس بسرعة مش عارف إيه، ويروح الgym يفحت نفسه 5 ساعات، يومين 3، 4 أيام بالضبط ويروح نايم في مكانه خلاص، يبدأ تاني يرجع يرَوّج هيُقع. ليه كده صح، بالضبط، لإنه مش صحّي. وإحنا لو نرجع فيه لميكانيزم التغيير أصلًا، الكُتب الخاصة أو العلماء اللي بيتكلّموا عن التغيير أو خلق العادات، أقل وقت تخلق فيه عادة جديدة هو 21 يوم. أقل وقت. ففي كتاب كده اسمه أصلًا اللي هو إيه، إن 20 day habit أو إن العادة تكوين عادة في 21 يوم، تمام، في كتاب مخصوص عن الموضوع ده. آه. أيوه، فالكتاب ده رائع جدًا، إزاي أنت عايز تخلق عادة أو عايز تغيّر حياتك كلّها في يومين 3 لأ صعب، هترجع لإن عقلك ما خدش الفكرة وجسمك ما اتهيأش لده، وأنت زي ما بتقول كده هو لو ما كلش كويس أصلًا ما أنت مش هتستمع أنت هتقع مني، تركيزك هيقل، وزيه في الإنجليش لو حفظت 100 كلمة ما استخدمتهمش فأنا هاحس نفسي إن أنا مُحبط بعد فترة، ما أنا تاخد كلمة كل يوم واستخدمها بعد أسبوع هتلاقي نفسك بتكوّن مقابل كل كلمة بتكوّن بيها جملتين 3 تحطها في كذا جملة، فهتلاقي نفسك مبسوط أكتر، وعندك حاسس إنها ما خدتش من وقتك وطاقتك كتير، فتكمّل. إمم، تمام جدًا. طيب لو عايزة مثلًا قبل ما تبدئي المشوار بتاعِك دوّة، كنتِ عايزة تقولي لنفسِك حاجة قبل ما تبدئي، لو رجع بيكِ الزمن وعايزة تقولي لنفسِك حاجة قبل ما كنتِ تبدئي المشوار اللي أنتِ بدأتيه ده، كنتِ هتقولي إيه؟
كنت هاقول لنفسي ما تخافيش إن أنتِ تبدئي حاجة جديدة، وما تخافيش ما تفضليش مترددة، ابدئي على طول، واستغلي الوقت أكتر. يعني أنا لو في حاجة هارجع أأنِّب نفسي فيها، إن استغلي الوقت أكتر، ما تضيّعيش وقتِك في الخوف وفي التردد في إن أنتِ يعني مستنية الحاجات برضه تنمو كده. خدت مني فترة على ما نمِت معايا حاجات كتير. إن لأ، أنتِ ممكن كنتِ تنظّمي وقتِك أكتر، وممكن إن أنتِ يالّا كمّلي أكتر وخُدي معرفة أكتر، لإن المعرفة في وقت بدري، في بداية المشوار دايمًا الوقت اللي بيتوفّر فيه إن أنت تاخد معرفة لأ، بتبقى مفيدة أكتر بعدين. إحنا ما بنعرفش قيمة الحاجة دي غير بعد ما بنوصل أعتقد، صح؟ آه، في الآخر بتحس إن أنت لأ، مجهود أكبر في الأول وتنظيم وقت أكتر ومعرفة أكتر في المجال اللي أنا شغّال فيه، لإن once إن أنت خلاص بقيت جوّه المجال وبقيت شغّال، وقتك بيبقى قليل الوقت اللي أنت بتكتسب فيه معرفة. فأنا عايزة أرجع لنفسي في الوقت اللي كان عندي فيه وقت فراغ أكتر، إني اتعلّمي أكتر عشان تبقى قوية أكتر. إمم. طيب مثلًا إزاي بتقدري تتخطّي التجارب الصعبة؟ أكيد طبعًا مرّيتِ بمواقف صعبة أكيد، ما فأكيد زال مثلًا بامُر. مثلًا حالة فشل مثلًا، حسّيتِ بحالة كده حزن، إزاي بتقدري تعدّي من التجارب ديّة وبتاخدي منها شيء إيجابي كمان؟ طيب أنا شخصية صريحة جدًا، فأنا مش الشخص اللي هاطلع أقول حاجة وأنا مثلًا ما باعملهاش. قبل كده لمّا كنت بامُر بتجربة صعبة، أكتر حاجة خلّتني أتكلّم عن الحاجات اللي already تخطيتها وبقت تمام معايا، أكتر حاجة كانت بتخلّيني أؤمن بده إن الحياة بتمشي، من الآخر، إن الوقت هيمشي وأنا اللي هافضل واقفة. طب ما أنا هافضل واقفة أعمل إيه؟ ما أنا لازم أدوّر. خلاص أنا اتحطيت في الموقف، ما عادش بإيدي حاجة غير إني هامشي وهاكمّل. وبادّي نفسي أنا من أصحاب مبدأ غريب جدًا، إني أنا لو أنا مش من النوع اللي بيضغط نفسه زيادة عن اللزوم نفسيًا. يعني لو أنا في موقف وِحِش، بادّي نفسي مساحتي إني ما اضغطش نفسي، إن الفترة دي أنتِ مرّيتِ بموقف وفشلتِ، مش لازم تاني يوم الصبح بقى زي جو الأغاني والأفلام واصحى وابدأ. لأ، ما أنا ممكن ما يبقاش عندي الطاقة دي، أنا حد مهزوم. باستعيد نفسي، أبدأ تاني بالراحة، إني آخد نفسي، أدّي لنفسي طاقة، أرجع تاني أتعامل مع صحابي، أبدأ أضبّط نفسيتي وأأهِّل نفسي إني تاني أطلع. بس أفكّر إيه الحاجة اللي عملتها غلط. أنا اخترت أشتغل في مكان غلط. المرّة اللي فاتت لمّا جيت اشتغلت ما كنتش واضحة في الحاجات اللي أنا يعني الحاجات اللي أنا الrules اللي حطيتها لنفسي، فوقعت في المكان ده. هل ضغطت على نفسي أوي في الشغل فده أثّر عليَّ سلبيًا؟ فلمّا آجي أختار المرّة الجاية أتعلم من ده. بس بالراحة. أنا دايمًا باشوف إن الناس اللي هي بتاعة حماسية زيادة عن اللزوم، ويالّا وقعت ابدأ من جديد، الكلام ده مش منطقي، لإن أنت بتُقع نفسيتك بتُقع، فأنت بتحتاج ويقعوا تاخد كمان تأهيل. بالضبط. مش بيستمروا. هتقوم وتلاقي نفسك بتُقع وتلاقي نفسك عندك تروما من اللي فات، مش قادر تتأقلم. لأ، طب ما أنا بالراحة على نفسي، أستوعب اللي حصل معايا، أتكلم مع ناس صحابي، أتكلم مع ناس باحبهم، يدّوني طاقة ويشجعوني. إن أنت مهما كنت إنسان إيجابي، لمّا بتُقع بتبقى هتحتاج حد ثقة وحد جميل. عشان كده اختاروا الناس اللي حواليكم يقولوا لكم إن أنتم عندكم حاجات حلوة وعندك مميزات، ولأ أنت غلطت في كذا بس أنت كويس في كذا، أنت عندك كذا مميز. حلو إن أنت تلاقي حد بيرمي على الحاجات، أو بيدّي الضوء كده، بيلقي بالضوء على الحاجات الحلوة اللي عندك. فدي حاجة مهمة أوي. كويس، أنا برضه يعني كنت مثلًا شُفت post برضه على الفيس قبل كده، اللي هو في ناس الموضوع ده برضه حصل معايا، كانت في ناس برضه تبعت لي يعني تقول لي مثلًا أنا وقعت مثلًا أو أنا فشلت أو أنا فاشل، مش هانجح أو أنا عارف نفسي خلاص، أصل أنا جرّبت 50.000 مرّة وزهقت وتعبت، وفاكر نفسه إن هو لمّا يمشي أو يبطّل إن الدنيا هتقف عشانه. دايمًا باقول بقى الدنيا ما بتقفش عشان حد، أنت هتعيّط اقعد عيّط، هنقعد نتفرّج عليك وهنتنمّر عليك كمان وهنهينك في الآخر. الشركة مثلًا حضرتك الشركة دي مش عاجباك، اقعد الشركة مش لمّا أنت تمشي أنا هامشي يا جماعة. الناس أكتر بقى ناس باضحك عليهم بجد يعني وباستغربهم، واحد يقول لي: "بس خلاص أنا هاعتزل السوشيال ميديا، أنا هاقفل." مش عارف إيه، ما تقفل يا عم، هو أنت لمّا تقفل السوشيال ميديا مثلًا مارك هيوقّف الفيسبوك يعني عشانك؟ إحنا مش هنفتح واتس يعني عشانك يا عم؟ الناس دي اللي هو بيحسّوا عاملين نفسهم أهمية كبيرة جدًا بيقفوا، أعتقد ده غلط يعني. لأ، هي دي بقى إحنا كده بندخل جوّه حاجة اسمها عقلية الضحية. أو إن أنا أرمي كل اللوم على الحاجات اللي حواليّا، أو أدخل في حتّة على رأي حد. يعني أنا كنت باسمع فيديو من كام يوم بتقول لك عقلية الضحية دي عقلية الشيطان. إن لمّا خلاص اتحط في موقف إن هو أنت الشيطان، أنا بقى إحنا واقفين قدّام بعض لحد ما هنتقابل، أنت عارف مثواك إيه. فقال له: "ربي بما أغويتني." يعني أنت اللي حطيتني، مش إن هو اللي رفض يسجد أو إن هو اللي رفض الأمر الإلهي. لأ، رمى الحمل أصلًا على ربنا سبحانه وتعالى، وتملّص أصلًا من الذنب خالص.
بعدم اعتراف. لأ، أنا عندي غلط، أكيد أنا كشخص عندي حاجة غلط، فأيًا كان المشكلة بتبقى فين، وأكيد أنا ممكن أكون واحدة من أخطائي إن أنا اخترت مكان غلط، إن أنا باتعامل مع ناس غلط، أو إن أنا ما عنديش خاصية التعامل مع الناس الغلط، لإن أنا ممكن أتأقلم وأتعامل معاهم أطول فترة ممكنة واستفاد منهم كمان، وأتعلم أحمي نفسي. دي حتّة مهمة جدًا، جدًا بجد. وما فيش حد فاشل خالص، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها إن أنا فاشل خالص، لأ، أنا ممكن أنا مُحبَط شوية وارجع تاني. كلنا ما أنت بنفشل لو وكلنا ربنا بنرجع. شايف ما لكش لازمة مش هتبقى موجود. بالضبط، بالضبط. طيب لو واحد مثلًا حد مثلًا طالبة مثلًا زي كده دخلت كلية تربية أو مثلًا دخلت لغات وترجمة مثلًا، وحابة توصل لمرحلة زي ما حضرتِك وصلتِ مثلًا تكون مدربة، تدّي كورسات، توصل لlevel عالي اللي هو تكون زي الأجانب يعتبر، إزاي تمشي على إيه؟ يعني إيه النصيحة اللي تدّيها لها أو الخطوات اللي هي تمشي عليها عشان توصل للمرحلة دي؟ طيب أول حاجة إن معظم طلبة التربية أو كلية التربية بيبقى عندهم وقت، يعني أي حد بيسمع بقى الpodcast ده أو الفيديو ده ما أنا كنت طالبة، فأنا باقول إن إحنا عندنا وقت وإن إحنا بنلم المواد كلّها أصلًا في آخر جزء في السنة، في آخر 10 أيام في الترم، تمام. يمكن بتوع لغات وترجمة صراحة يعني عندهم المنهج مكثّف أكتر، وبيبقى فيه قرآن وبيبقى فيه حاجات تانية، بس برضه عندهم وقت كتير. كشاب ما بيعملش حاجة في فترة الجامعة أو بيشتغل حاجة قليلة، بالذات بقى لو بنت بالذات، الولد ممكن يبقى يشتغل أكتر، أنتِ عندِك وقت. استغلال الوقت ده إزاي؟ أول مهارة لازم حد يركّز عليها الlistening، إنها تكون حد أو أنت كشخص إنك تسمع كتير، لإنك عمرك ما هتروح تنطق الكلام. أنت بتتعامل بالعربي، بتسمع عربي فبتتأثّر باللغة العربية، بتسمع إنجليزي كتير هتتأثّر باللغة الإنجليزية، هتتأثّر بالintonation بالaccent بالطريقة اللي بيتكلموا بيها. فاختار source معيّن تسمع منه، ما تبوّظش حياتك. يعني أنا رأيي إن تعداد البيانات وده اتعمل عليها أبحاث، وكتر الmaterial وكتر الكتب والكلام ده بيخلّيني أصلًا ما آخُدش حاجة. لأ، اختار مثلًا إن أنا باسمع TED Talks فيها topics كتير، واختار حاجة بتحبها أو بتحبيها عشان تستمتعي يعني تستمتعي إن أنتِ بتسمعيها. وابدئي خُدي كلمات مش عارفاها طلّعيها، ابدئي اعملي لنفسِك recordings كده، اعملي لنفسِك podcast، اقعدي اتكلمي. أنا باعمل كده، يعني هم مسمينّي في البيت بقى، إحنا لو معانا حد من البيت هنا يكونوا موجودين، كانوا مسمينّي إذاعة الBBC. ليه؟ كان عندي هواية إن أنا بعد ما أسمع مثلًا TED Talk مثلًا لمدة 30 دقيقة والّا حاجة، إن أنا أبدأ أعمل حاجة بسيطة أوي، إن أنا أروح أسجّل لنفسي يا فيديو يا audio، أبدأ أتكلّم عن نفس الtopic بالإنجليزي. وطبعًا كنت باتكلّم الأول وأنا متلجلجة، باتكلّم وأنا خايفة، بدأت أعمل دايرة علاقات مع صحابي، بتبقى في حتّة بنرجع تاني لحتّة الخوف اللي لازم نتخطاها، لإن دي بتبقى مشكلة كبيرة. إن الناس الشخص بقى في الجامعة بيبقى خايف يتكلّم، أصل زميله ده بيقول حاجات أحسن منّي، أصل أنا خايف أتكلّم، أصل فلان ده بيتكلّم أحسن. طب ما أنت وهو، أنت خايف واللي جنبك ده خايف واللي وراك خايف واللي قدّامك خايف، وكلّنا هنطلع خايفين نتكلّم. طب هتتكلّم في شركة إزاي وتروح تقدّم إزاي؟ لأ، استغل فرصة ما تُحرجش. والله حد صحّح لي كلمة أنا بقيت أقول لنفسي لحد النهارده إحنا كزمايل بنصحّح لبعض، ودي حاجة ما بتزعّلش. أنا والله بانطق كلمة أنا مش مضبوطة وحد بيعرف ينطقها، صحّحها لي، ده مش إحراج ليّا، أنا اتعلمتها وده هيمنع عني الإحراج بعدين. فحتّة إن أكسر الخوف، ما فيش حاجة أو بالذات لطلبة اللغات ربنا يبارك لهم، ما فيش حاجة في العالم اسمها باتعلم لغة وما باتكلمهاش. يبقى اقعد، انسى إن أنت بتتعلم لغة، اتعلمها لنفسك مش إن أنت تشتغل بيها. ما ينفعش تطلع مدرس، ما ينفعش تطلع تدّي كورسات، إن إحنا بندّي كورسات in English، ما فيش حاجة اسمها تعليم لغة بالعربي. فأنت بتطلع بتلاقي نفسك مش قادر تتعامل، يبقى هتفضل تدّي ابتدائي وإعدادي، أو حُط في دماغك إن أنت مدرس دروس، عايز تطلع لlevel أعلى، أبدأ أقلل اللغة العربية اللي أنا باستخدمها، أبدأ مع نفسي حتى أفكاري، أعمل لنفسي مذكرة أكتب فيها إنجليزي، أبدأ أنقل لو أنا مثلًا قارئ أو أنا بقى bookworm، دودة كُتب ودودة قراية، أروح لstories بالEnglish، حاجات صغننة الأول، كُتب كده صغيرة، أشتري حاجات الأول، ما أدخلش على الحاجات الكبيرة برضه، لأ حاجات صغيرة عشان أخلّصها أتبسط. كُتب التنمية البشرية الself development books مهمة أوي في حتّة صغيرة، إن اللغة بتاعتها بتبقى simple، فطالب اللغة أو طالب الكليات دي بتبقى بالنسبة له الكتب دي حلوة. الarticles اللي على الwebsites بتاعة الBBC، الBBC بجد الwebsite ده تحفة، عليه مقالات الwork life balance، الحياة، الsports،
الرياضة، بالنسبة للشباب بيحبوا الرياضة، متابعين ميسي ومش عارف إيه ومتابعين الحاجات دي، اقرا الأخبار واقرا التعليق مثلًا على المباراة باللغة الإنجليزية، يعني نبدأ ننقل جزء من حياتنا باللغة. ده طبعًا طلبة الكليات، لإن الكلام يعني بيختلف شوية لو أنا أصلًا ما ليش علاقة باللغة، بس ده لطلبة الكليات. ده يعتبر الكلام ده لطلبة الكليات. بالضبط، ده عشان ينمّي اللغة، بس مش هيطلع مدرب برضه على طول، يعني محتاج صبر شوية، لإن في طرق التدريس بقى، دي مرحلة تانية، إن إحنا عندنا بدال هتطلع مدرب، الدنيا بتنقسم لشقين، شق إنك تبقى perfect في اللغة، اللغة بتاعتك بتتطور طول الوقت، وإن أنت شخص يدوّر على طرق التدريس، طرق التدريس دي بقى ليها شهادات زي الFELT، زي الTOEFL، أو الTKT من الBritish Council. لازم تبدأ تدوّر تاخد أي شهادة في أنا باشرح يعني إيه how to teach grammar. هو أي حد بيعرف grammar يقدر يدرسه؟ لأ، أنت ممكن تبقى native speaker أجنبي ما تقدرش تدرسه، فدي ليها methods، ليها طرق. فطبعًا لو عايزة أطلع حد موثوق وحد شاطر، لازم أتعلم الطرق بتاعة الحاجة دي. يبقى رقم 1 إن هو يسمع كتير، رقم جدًا، 2 إن هو يتكلم. بالضبط. طب تمام. طيب لو ده لو طالب في كلية عن تربية مثلًا أو لغات أو كده، طب هو لو مش واحد زيي مثلًا، أنا عايز أتعلم مثلًا أبدأ أتكلم English بقى زي ما أنتِ عارفة أنا عايز أتكلم من زمان. أيوه. دلوقتي إن شاء الله في 2024 عايز إن أطلع من شاء 2000. الله هدف. نعمل إيه؟ الناس اللي زيي دي هتعمل إيه؟ طيب خطوات برضه، دايمًا خطوات، أ خطوات. طيب عايز حاجة أول سهلة. خطوة مهمة جدًا إنك تعمل تحديد مستوى تعرف أنت فين، لإن أنت لو مستواك مثلًا beginner غير لو أنت لو أعلى من الbeginner، غير لو أنت لو intermediate مستواك متوسط وما بتتكلمش، لإن كل دول ممكن يكونوا ما بيتكلموش، ممكن يبقى مستواك عالي وما بتتكلمش. فأنا لازم أعرف مشاكلك، فلازم حد professional يعمل لك حاجة اسمها placement test، يعرف أنت مستواك واقف فين، أنت على خريطة تعلم اللغة في أنهي level. تمام. طب ثانية، أعمل تحديد المستوى الاختبار ده مع حد أفضل والّا على النت زي ما أنت بتشوف اللي هو بتاع البريطانية بتاع اللي على جوجل والكلام ده؟ كل هي application واحدة بس اللي باقدر أعتمد عليها، ولازم حد يعمل لك اختبار speaking. هي الapplication دي ما بتعملش speaking كويس، هي بتعمل بس الMCQs، الgrammar، الvocab، وبتطلّع لك بجد المستوى بدقة اللي هي English score تبع الBritish Council، وبتتعمل على التليفون، وبتبقى حوالي الامتحان 40 دقيقة. طبعًا هابعت اللينك حالًا. الامتحان ده بيبقى حوالي 40 دقيقة. الapplication دي أنا باستخدمها مع الطلبة بتوعي، على شرط إن أنا أختبرهم speaking بنفسي، عشان أعرف مستوى الEnglish بتاعهم في التحدث عامل إزاي. بعد كده بابدأ بقى إيه، خلاص أنا عرفت مستواك، عينيا الاتنين، أشوف أعمل لك plan بقى عليك. لو هُم في مجموعة ما فيش مشكلة، بنعمل plan في كتب متخصصة إن أنت تطلع لو طالع مع مُدرِّس. هتفرق بقى أنت عايز تشتغل لوحدك والّا عايز تشتغل مع teacher؟ هتشتغل مع teacher. أنا كteacher ليّا كُتبي باشتغل منها، أنا كteacher بامشي على منهج، في منهج بيبقى جوّاه الاستماع، جوّاه الspeaking، جوّاه الgrammar والvocabulary اللي أنت المفروض تاخدهم، بادّيهم لك بطريقة بأجزاء تخلّيك تمارس اللغة. طيب أنت بقى ده يختلف تمامًا عن إن أنت لوحدك، فأنت الأول لازم تختار أنت ماشي مع teacher والّا ماشي لوحدك. هنقول أنت ماشي مثلًا، هنقول ماشي لوحدي. طيب أنت ماشي لوحدك. أنا هاتكلم بلسان الشباب، يعني الكلام دوّة أنا باقابله مع بالضبط. شباب كتير. تمام. أنا دلوقتي مش في حِمل مثلًا أو زي أنا زمان أيام الكورسات، أنا مش في حِمل. أبعت لكم الlink بتاع الBridge Score. ال أنا مش في حِمل أدفع فلوس كورسات ولا آخُد كورسات دلوقتي. طيب أنا أعمل إيه؟ خلّوني كده أجيب لكم حاجة، كشكول كده حلو زي ده، من الحاجات اللي بتبقى فيها ألوانات كده، تمام. وأنا الحلو أوي ده في حتّة إنه في 4 ألوان كده، فعشان كل مهارة وأعرف أنا بامشّي في كل مهارة إزاي. هاعمل إيه، هابدأ إن أنا thank you. هابدأ إن أنا أعمل حاجة جميلة جدًا، ألا وهي إن أنا أبدأ باسمع كل يوم من الBBC Learning English. ليه؟ عشان هي أصلًا كactive listening، إن أنا باستمع عشان أتعلم، لازم أسمع من مصدر لتعلم اللغة، وده مصدر أصلًا تم تصميمه ليك عشان تتعلم منه، تمام. فابدأ اسمع BBC Learning English. طب أنت مستواك أقل، مستواك beginner خالص، ما ينفعش تسمع BBC، هنا هيبقى الBBC عقدة. طب في حاجة زي إيه، في حاجة اسمها one minute English. خلّيني برضه أنا عايزة أحط لكم one minute listening. ده أصلًا web site للناس اللي عايزة تتعلم الlistening. طب listen a minute أهو، هاحط لكم برضه هاحطها لكم على الجروب.
وأي حد عايزها ناخدها بعد كده من الجروب ونبعتها له. ده listen a minute أهو الويب سايت ده لو حد beginner. listen تمام. a minute بتبقى minute ومعاها الكلام اللي مكتوب وعليها تدريبات كتير جدا. فانت في الاول المينت دي بتبقى صعبة عليك انك تتكلمها، والفوكاب بتاعها سهل قوي. وفي حوالي 1000 توبيك تقريبا في الموقع ده، عن الكيك وعن التعليم وعن الكتاب وعن الطيارة، ازاي تتكلم لمدة دقيقة عن كل حاجة في الحياة، فتلاقي نفسك بدأت تاخد كلمات كتير وبدأت تستفاد كتير. فابدأ اسمع حاجة في مستواك. في مواقع تانية هحطها لكم برضو، تقدر تدخل وتختار الليفل بتاعك. انت اتقالك ان انت بيجنر، بتبدأ تسمع حوار ويعمل لك عليه براكتس صغير كده. في حاجات تبع البريتش كونسل، حاجات تبع الجامعة الأمريكية، حاجات بينزلوا مواقع كده للاستماع. بتدخل تسمع الليفل بتاعك، بس ده لازم يوميا. مفيش حاجة اسمها ان انا بتعلم لغة وما بستمعش تقريبا يوميا لكونفرسيشن صغيرة، لمحادثة كده لمينت. هي دقيقة هسمعها 4 5 مرات، هتاخد مني 5 دقايق 10 دقايق واحفظ الكلمات بتاعتها. طيب الحاجة رقم 2، ولازم التزام طبعا. الحاجة رقم 2، ان انا اطلع الكلام اللي انا بسمعه في سبيكينج. اتكلم بأقل حاجة، اتكلم بأقل حاجة. عينيا حاضر طبعا يا أستاذ زياد. اتكلم بأقل حاجة عندك. يعني ايه؟ يعني واحد من الناس بتوع اللغة اللي هم علماء اللغة قالك انت لما بتيجي تتكلم ابدأ بالأوضة بتاعتك، ابدأ بأقل محيط انت قاعد فيه. يعني بدل انت عايز تطلع وتتكلم عن السياسة وانا بحب وانا بعمل، لحظة لحظة لحظة. وانا لو طلبت منك تتكلم عن الأوضة اللي انت فيها، هل انت عارف أجزاء الأوضة؟ عارف يعني ايه مصباح؟ عارف يعني ايه الكوباية دي؟ يعني ايه النوتة اللي قدامك دي؟ تعرف تتكلم عليها؟ تعرف تتكلم عن الستاير؟ عارف ستارة يعني ايه بالانجليزي؟ الدرج عندي مكتبي، درجي اقلامي. ابدأ اتكلم عن الحاجات الصغيرة دي، لأن دي اللي بتوسع دايرة الفوكابلري بتاعتك. وانا لو قلت لك اتكلم عن اوضتك وهدومك وحاجتك، عارف يعني ايه رباط الجزمة؟ عارف يعني ايه البلوفر من التيشيرت؟ بص اهو، هتبدأ تعمل ايه؟ يبدأ ينمو عندك حس اني اسأل على معنى الكلمات البسيطة اللي حواليا. ما ينفعش اطلع اتكلم عن العالم وانا ما اقدرش اتكلم عن بيتي، عن اوضتي، عن مكتبي. طب وانا في الاول هعمل جمل بسيطة كلها جمل سيمبل عادي. اعملوا جمل بسيطة كتير وابدأوا حطوها جنب بعضها. مثلا I have 3 books on my desk. جملة بسيطة جدا، عندي 3 كتب على المكتب بتاعي. The first one is red. The second one is big. ابدأ بقى حط الكلمات اللي تعرفها كلها من أول big و small. طب ودي ليها تأثير؟ ما انا عايزه ادخل على الكلمات، وعايزه احفظ كلمات جامده، وعايزه ادوس، وعايزه طالع يحارب بالراحه بالراحه. ما انت اصلا هتجيب الكلمات الجامده دي وانت مش متعود تتكلم ولسانك مش واخد على الكلام، مش هتستفاد. لا، اتكلم بالكلمات السيمبل قوي دي بتاعت سمول وبيج ووايت ونارو والحاجه دي وريد وبلو. وابدا سمي الوان الحاجات حواليك، سمي السايز بتاعها، هي حجمها عامل ازاي. اوصف المكان بحبه، برتاح فيه، باقعد فيه، باكل فيه. الأنشطة الصغيرة اللي أنت بتعملها، باصحى وبانام وباروّق سريري، والكلمات دي. إن أنت لسانك أصلًا ما بيبقاش واخد على التحدث باللغة الإنجليزية، لإن في نطق، في طريقة حروف. طيب آجي عند الحتة دي وهاوقّفك وأقول لك خلّي بالك بقى. في ناس كتير بعد ما بتبدأ تتكلم مدة طويلة أوي، بيسألوا سؤال صغير: طب ما أنا كده حاسس نفسي باتكلم برضه accent مصري. طيب هو الaccent مهم يا مستر محمود، إيه رأيك؟ إيه رأيك يا باشمهندس في الموضوع ده؟ انا شايف الاكسنت مش مهمه، بالذات لما بنتكلم مع اجانب هم اصلا عارفين، يعني هم اصلا هم بيسمعوا بس كلمه يفهموا احنا عايزين نقول ايه. بس هي مهمه هنا في مصر عشان ما نتريقش على بعض، ده رايي. لأ هو أنت صح، بس أنا بقى هاقول حاجة. الaccent مهمة جدًا والcorrect pronunciation مهم جدًا لو أنت طالع مدرب لغة، اه، لو لكن هو واحد مدرب لغة. لا. لكن أنت كشخص بتتكلم، يهمني حاجة تانية، إنك تنطق صح. يعني إيه؟ يعني الكلمة تتنطق صح. يعني كلمة مثلا هي نطقها انت بتنطق حرف البي غلط، انت بتروح تنطق البي مكان البي ومش عارف الفرق ما بينهم، دي غلطة، دي مشكلة. لا، من كلمه لكلمه ثانيه. بقت كلمة تانية ومعنى تاني خالص. طب انت اصلا مش عارف الفاولز كويس، بتيجي تنطق الكلمة مثلا. في ناس كتير بتقول على talk or talk بالامريكان talk. talk دي ده فعل تاني خالص وحاجة تانية خالص. فاقول له طب ما ده انت بوظت الفاولز، انت بوظت الكلمة، انت راحت في داهية. هنا بقى اعمل ايه؟ البي بي سي برضو عاملة حاجة ظريفة، عاملة فيديو صغيرة عن pronunciation بتاع كل حرف. ازاي تقولي ذه. انت متخرجش لسانك فيهم، فبقيت زي الاس، نطق الاس والسي والزد. لا،
هي مش زيها، هي مش زي، لأ هي ذي، هي مش سي، لأ هي thank you. لو قُلتها thank you بقت غلط. think يفكّر غير sink يغرق أو حاجة حطيتها في المَيّة فإدّت معاني مختلفة. فالإنجليزي لغة مُعتمدة برضه بشكل كبير إني أسمع الصوت صح، وإنك برضه لو أنت بتتكلم صح، هتسمع الصوت تعرف الكلمة صح، تفهم المعنى صح، تمام؟ دي تمام. حاجة مهمة أوي. فأنت هتبقى شغّال من ناحية بتسمع، شغال من ناحية بتاخد vocab، شغال من ناحية لبلب، طول ما أنت قاعد بتتكلم، بتكلموا صحابكم، تبدأ تكتب على الواتساب مع أصحابك، ابدأ اكتب الحالات بتاعة الواتساب English، تمام. حاجات صغننة. طب أعمل إيه في شعور الخوف؟ يعني مثلًا أنا أكون عايز أتكلم، أنا مثلًا هابدأ مثلًا من النهارده، مثال يعني مثلًا بلسان حال الشباب، أنا هابدأ حلو. النهارده أتكلم أوصف الأوضة بتاعتي، أعرف الأول كل الكلمات اللي في الأوضة، أكيد عشان مش هاكون عارفها كلها يعني، أعرف الكلمات اللي أنا مش عارفها أكتبها وأبدأ أتكلم، أحس بخوف كده، أكيد أنتِ عارفة الشعور ده، أعمل فيه إيه؟ ابدأ الأول اتكلم مع نفسك بصوت عالي، اتكلم وأنت قاعد قدام مراية، ما تقعدوش كتير أوي عشان ما تتجننوش، ما تتلبسوش. فممكن نتكلم قدام مراية، دي حاجة صحية مش حاجة وحشة، شوف على تعبيرات وشك وأنت بتتكلم بتبقى عامل إزاي، جهّز الأول واقعد اتكلم. بيقول لك إن دي حاجة بتدّيك ثقة في نفسك إن وأنت بتتكلم بتبقى متخيل شكلك، فأنت ما بتبقاش متخيل إن في ناس بتفتكر اعتقاد كده إن وأنت بتتكلم إن صورتك بتبقى وحشة، إن شكلك بيبقى عبيط، إن أنا شكلي بيبقى فلاح، أنا بدال باتكلم بلغة مش قوية، شكلي ما بيبقاش أحسن حاجة. ده اعتقاد هيروح لو أنت لبست كويس وقعدت تذاكر، أنا آسفة على صوت القطر، وقعدت تتكلم وتتكلم بصوت عالي. لو أنت هتتكلم بصوت منخفض وتيجي تتكلم مع ناس بصوت عالي مش هتعرف، لازم تتدرب بالصوت اللي أنت هتتكلم بيه مع الناس، تمام؟ دي حاجة مهمة جدًا، أنت بتتكلم لأ اتكلم بصوت عالي بجرأة، وبعد كده اعمل إيه، سجّل واسمع نَفْسك كتير، دي حاجة هتدّيك ثقة شوية، إن أنا باسمع نَفْسي أنا مش شايف نَفْسي وِحِش. الحاجة التالتة بقى، نرجع تاني لقصة الفرخة والإزازة، اللي دخّل الفرخة في الإزازة يطلّعها، مين اللي دخّل في دماغك فكرة الخوف؟ أنت. المجتمع عندك عامل مشكلة معاك، ما لكش دعوة بيه، افتكر حاجة واحدة بس، إن أنت خايف وغيرك كتير خايفين ومش هينجو في الآخر غير الشخص اللي هيبطّل يخاف يتكلّم، اللي هيبطّل يخاف. ابدأ برضه في الأول يعني خلّينا واقعيين، ابتعد عن المتنمرين، شوف صاحبك اللي بيحترمك، شوف قريبك، أخوك، حد يقدر يحترم إن أنت بتعمل حاجة مش هيتريق، هيتكلّم معاك هيقول لك برافو، طَب تعالَ نتكلّم. شوف حد يشجّعك، ابعد عن الناس السلبية شوية، ولمّا نبقى أقوى شوية اطلع للناس التانية، وحُط في دماغك، حُط في عقلك شوية ردود، دي حاجة بقى في علم النفس، أنا يا جماعة باتبسط إن أنا تربية للسبب ده، كلية لغات وترجمة احترامي ليهم هم أعلى مننا كتير في الدراسة، آداب برضه ساعات متخصصين أكتر، ولكن إحنا عندنا حاجة مميزة ألا وهي إن إحنا على مدار السنين بتاعتنا بندرس علم النفس التربوي. ده بيأثّر جدًا. فلو جيت وبالذات بقى للناس اللي كانت بتحبه، أنا باحب علم النفس التربوي جدًا، بيقول لك إيه، عايز تحس إن أنت أقوى، جهّز ردود لكل شخص متنمر. حد بيقول لك إيه ده الكلمة دي ما بتتنطقش كده، بجد بتتنطق إزاي؟ ممكن تعلّمني؟ انطقها من فضلك. أكيد. فهينطقها لك قُل له إيه ده جميل، أنا متشكر جدًا إن أنت علّمتني كلمة، هو هيتكسف من نفسه لو كان بيتريق عليك. طب لو قال لك إيه ده أنت كده فاكر نفسك بتتكلم، قُل له لأ أنا عارف إن أنا لسه باتدرب، شكرًا جدًا للملاحظة. إيه ده! تجهيز الردود دي بيخلّيك أنت أصلًا عايز حد يتنمر عشان أدّي له على دماغه بالأدب، فدي حتّة هتدّيك قوة، فجهّزوا كده الردود للناس اللي بالشكل ده، دي حاجة هتخلّيك اللي هو إيه، تخلّي حد يتنمر عشان أنا ناوي أعلّمه حاجة مش هينساها في حياته أبدًا. آه. بس فخلّي لأ، لازم ثقة، لازم ثقة، وبرضه لازم ناس بتحبكم وتدعمكم، لازم ناس تشجّعكم. طب أدّي للEnglish مثلًا قد إيه في اليوم بتاعِك؟ دلوقتي قد إيه؟ في البداية إمم. في البداية دخّل مهارة الlistening والspeaking، دخّل نُص ساعة بالكتير في اليوم بتاعك، لسبب واحد، لو دخّلت أكتر من كده مش هتلتزم. ليه؟ لإنّك لو اتزنقت أوي أنا هانام، هانام، عقلك بيضحك عليك، ربنا خلق عقلنا بقدرات عالية أوي يا جماعة، عقلك بيتعامل معاك، يعني أنت جواك كده 2، احسب كده إن جواك أنت وعقلك،
وجواك الحتة الذكية في عقلك اللي بتلعب عليك صح بقى، عارفاك كويس، وأنت لو مش عارفها كويس هتتعب معاها. إزاي؟ جزء في عقلي الشيطان بتاع عقلي الصغير ده اللي بيعمل إيه؟ نام، إحنا اتأخرنا النهارده مش هالحق أدرس، الموضوع محتاج تركيز، أكيد بكرة الصبح إن شاء الله لمّا أصحى أكيد هاعمل ده، أنا على فكرة مش بمزاجي، أنا تعبان وربنا عارف إن أنا تعبان. نفس الجزء ده عشان عقلك عارف إن أنت بيسكّنك، بيدّيك المسكّن بتاعك. أنت برضه لمّا بتبقى نُص ساعة بس ومحدد لها وقت كل يوم، إن أنا لمّا باصحى باغسل وشي، باروح أقعد قبل ما ألبس، قبل ما أعمل، قبل ما آكل، قبل أي حاجة، مش هاكل غير لمّا أعمل الحاجة دي، أو هاكل ومش هالبس وأخرج شغلي إلا أمّا أعمل الحاجة دي. عقلك مع الوقت بيبدأ لمّا ييجي يطلّع لك حِجة بتقول له لأ، عندك دي نُص ساعة، بتعمل كده، نُص ساعة يعني مش هاتأخر ولا هتحصل الكوكب مش هيتهد، بس العادة اللي أنا كوّنتها في 21 يوم أو قعدت فترة مواظب عليها لو كسرتها يوم هتتكسر، هتضيّع لك مجهودك. فابدأ أنت كمان اتكلم مع نفسك، وكلم نفسك ساعات بصوت عالي، قُل لها لأ، مش النهارده، مش هانام بقى غير لمّا آخدها زي ما ضيّعتها الصبح، وعاقب نفسك وكافئ نفسك. أسلوب المكافأة والعقاب، الثواب والعقاب لنفسنا مفيد. يعني لو التزمت مثلًا أسبوع، اخرج، مثلًا امنع نفسك إنك تصرف وتخرج مع أصحابك فترة، وكافئ نفسك. أنا شايف لو التزمت أسبوع أبطّل مثلًا تعلُّم لمدة شهر مكافأة. طب مكافأة! إحنا كده إحنا كنت محتاج حد تاني يعاقبك بقى، أنت كده شكلك مش هتنفع مع نَفْسك، مش هتسلك أنت ونَفْسك في الموضوع. كنا بنتكلم مع أصحابي وكده في درس يعني، وبعدين فالمُعلِّم يعني بتاعنا يعني كان بيقول إن إحنا عشان نعمل تحدّي مع نَفْسنا عن الصلاة مثلًا أو كده، وبعدين بيقول إيه، لو مثلًا صلّيت مثلًا 5 فروض في المسجد مثلًا يا جماعة ادّي لنَفْسك فرصة، كافئ نَفْسك مثلًا وكده، رُحت قايل له حلو. هادّي بس نَفْسي إجازة. المسجد يا جماعة تاني يوم ما أصلّيش خالص. ياه! كمان! لأ طبعًا. لأ، إحنا كافئ نَفْسنا، كافئ نَفْسك بحاجة بتحبها، امنعها عن نَفْسك وعلِّم عقلك ياخدها. في ميكانيزم الثواب والعقاب أو في علم النَفْس، لو أنا بادّي لنَفْسي طول الوقت الحاجات المُفرحة مش هاشتغل عشان أعمل حاجة تفرّحني، بعد كده الحاجات هتبقى بالنسبة لي عادي. أنا بقيت أعمل إيه، أنا يا جماعة معلش اعذروني إن أنا شخصية جوايا جزء طفولي، باحب التوفي والحاجات دي جدًا، وهي معايا ممكن أجيبها. باعمل إيه، ممكن أجيبها أحطهم في درج المكتب وأمنعهم عن نفسي. إمم. أقول مش هاخد واحدة غير لمّا أخلّص الصفحة دي قراية، في كل حاجة بقى. أنا باقرأ قرآن فاعمل كده، مش هاخدها وأبقى شايفاها كده مأنِّبة نفسي، مش هامِد إيدي عليها غير لمّا أخلّص الصفحة اللي باقراها، هي صفحة قرآن. في ناس كتير ما بتقراش قرآن أو مش عاملة لها وِرد، ممكن تبقى صفحة أو نُص صفحة أو 5 آيات، تيجي تسألهم يقول لك والله ما عنديش وقت. عندك وقت تقعد على الفيس، أنت ممكن تقعد بالساعة وأنت مش واخد بالك. صفحة القرآن بتاخد 5 دقايق قراية أو أقل، 4 دقايق كمان. أقل كمان. أو أقل حرفيًا ما تاخدش منّك حاجة لو أنت التزمت بيها، بس فكرة إن عقلك بيعمل نشاط مش شايف إن جاي منّه حاجة، دي هم اللي مش بتتعبه. مش حاسس بقيمة الحاجة اللي هو بيعملها. باقول لِك مش مسجّلين رقمي عشان نشوف الورد كل يوم. كمان لأ دي حاجة. محمود بينزّل يا جماعة، باشمهندس محمود ربنا يبارك فيه، بينزّل وِرد كل يوم، بينزّل صفحة على الواتساب بالتزام يعني أنا من ساعة ما سجّلت رقمك من سَنة ونُص تقريبًا وأنت بتنزّل الحاجات في مواعيدها. 3 سنين. لأ أنا مش معايا رقم من زمان أوي، بس أنا فعلًا من ساعة ما سجّلت الرقم وبتنزل الوِرد عليه يوميًا بلا انقطاع. الحمد لله، فما الحمد شاء الله ربنا يبارك لك على الحاجة دي بجد، ربنا يبارك فيك. لله. الله. طيب دلوقتي دي حاجة بقى شخصية، حتى أنا ما كنتش محضّرها أصلًا. بالنسبة لحتّة المكافآت وكده، أنا كمحمود ما باعرفش أكافئ نفسي بيها، عمري ما كافئت نفسي بحاجة، أنا باعمل وخلاص، شغّال وخلاص، زي الترس كده زي ما بيقولوا. والله أنت لو تقدر تلتزم بالطريقة دي وعقلك بيخلّيك مبسوط كده وما عندكش مشكلة، ما فيش مشكلة. باحس عادي. المكافآت دي حاجة بناتي أوي، اللي هو إيه إلا لو عملت آخُد توفي والّا شوكولاتة. مش لازم المكافأة تبقى توفي وشوكولاتة، أنت ممكن المكافأة إن أنت بتحب تكلم واحد صاحبك تطمن عليه. إمم. فأنت قُل لنفْسك المكالمة دي أنت ممكن تعملها في أي وقت، بس أنا مش هاعملها غير لو قُمت خلّصت الحاجة دي. هامنع نفْسي، أحُط التليفون بعيد. أنت كباشمهندس محمود مثلًا عندك الجروبات بتاعتك بتتابعها، عندك ناس، محتاج ترُد على رسايل. إمم. سيستم المكافأة في عقلك إن أنت تنجز حاجة تانية خاصة بالشغل. طَب أنا بقى هاحُط نفْسي في حتّة الدراسة، لمّا أخلّص صفحة هارُد على 10 رسايل بعدها. في الكتاب ده أو لمّا أخلّص 10 صفحات هادّي نفسي نُص ساعة أو ربع ساعة أرُد على المسدجات اللي عندي.
فأنت بالعكس أنت في حاجة اسمها المكافأة المتوازية، إن أنا مثلًا مأجّل حاجة في شغلي وحاجة في دراستي، فاحط دي قدّام دي، أنا مثلًا هاذاكر كذا لو خلّصتهم هاروح أنجز كذا قدّامهم في شغلي، فابقى طول الوقت أنت كشخص ممكن تبقى أنت إنسان مسؤول جدًا بتعمل ده تلقائي، يعني أنت كشخص ممكن تكون بتعمل ده أصلًا تلقائي، إن أنت بتحس ده بيرضيك، إمم. فجرّب دي بعيدًا عن الطوفي والشوكولاتة والحاجات البناتي بتاعتنا. طب هل بتنفع يعني بيكون لها تأثير والّا آه طبعًا. مش مع كل الناس؟ بس لازم تبقى بجد، يعني لازم بجد تبقى خلصت نُص ساعة قاعد بتشتغل، تدّي نَفْسك 5 دقايق، 10 دقايق بتعمل فيهم حاجة تانية، وأصلًا في أصلًا طريقة علمية للمذاكرة، بس عشان اسمها بيروح من بالي كل شوية، الطريقة دي عبارة عن إن أنت نُص ساعة شغل، 5 دقايق مكافأة، نُص ساعة شغل، 5 دقايق مكافأة، لحد ما تخلّص 6 ساعات مذاكرة. و6 ساعات دراسة، 6 ساعات شغّال على مشروع معيّن، نُص ساعة قدّامها 5 دقايق، ال5 دقايق دول حقّك تقرا فيهم حاجة، حقّك تقوم تتمشى في البيت، حقّك تعمل لنَفْسك كوباية شاي وترجع، حقّك تعمل أي حاجة مُريحة بالنسبة لك وهي ممكن ما تكونش حاجة كبيرة، بس هي ممكن تبقى حاجة مُريحة وممتعة بالنسبة لك أيًا كانت هي إيه، إمم. تمام. قدّام كل نُص ساعة 5 دقايق وما ت لو قعدت أكتر من 5 دقايق أو 10 دقايق أو استعبطت وقعدت نُص ساعة، هتبوّظ السيستم. هنبوّظ الفكرة يعني. هتبوّظ الفكرة، هتبوّظ الطريقة يعني أنت المفروض تستمر كده at least 6 مرات، فتخلّص 3 ساعات مثلًا، تمام، 6 مرات، 6 مقاطع، إن أنت نُص ساعة 5 دقايق، نُص ساعة 5 دقايق، فتخلّص 3 ساعات، لو عايز تاخد break أطول شوية قبل ما تاخد 3 ساعات مثلًا بنفس الطريقة، الطريقة دي جميلة جدًا، هاحط لكم link ليها بيشرحها أصلًا كطريقة مذاكرة. تمام. تمام كويس زي الفل. ثانية واحدة أفتح بس الكاميرا. اتفضل. بس التليفون كان هيفصل طيب. مش مشكلة. تمام، كمّل كلامنا. طيب دلوقتي كل واحد فينا عنده موهبة، وربنا مدّي لكل واحد فينا حاجة ومميّزه بحاجة، أنا إزاي أكتشف الحاجة دي؟ يعني أكيد ربنا مدّيكِ حاجة ومدّيني حاجة، إحنا بنكتشف الكلام ده إزاي؟ واحد ما يعرفش هو ربنا مدّي له إيه، ويقول ده أنا لأ أنا مش مميّز، أنا ما عنديش حاجة كويسة، أنا مش عارف إيه، يكتشف الكلام ده إزاي؟ تكتشفه عن طريق إن أنت تجرّب حاجات كتير، تدخل في مجالات كتير، تجرّب حاجات كتير، تجرّب تعمل حاجات كتير في حياتك، كل ما تيجي لك فرصة ودي كانت نصيحة لحد ربنا يبارك له من سنين، إن كل ما تيجي لك فرصة تدخل في حاجة ادخل فيها، لمّا ييجي لك فرصة تتعلم حاجة جديدة ادخل اتعلمها، والله حسيت إن أنت عايز تكمّل، كمّل، اشغل وقتك بحاجات كتير، بأنشطة كتير من وأنت صغير، يعني بالذات بقى لو الناس معانا اللي هُم في جامعة أو قبل كده وعندك وقت كتير، جرّب تقرا، شوف أنت بتحب القراية، طب جرّب تكتب مذكرات، شوف أنت أسلوبك حلو في الكتابة، أنا ممكن أبقى باكتب، طب جرّب تقول شعر، جرّب تقول حاجة بتكتبها، تلقي، تدخل نشاط في المدرسة، في الجامعة، حُط نَفْسك في نشاطات كتير اجتماعية، جرّب تتعلم لغة عشان تشوف أنت قوي في اللغات والّا لأ، جرّب تتعلم حاجة يدوية أو حاجة لو بنت تتعلم حاجة بتعملها، لو ولد جرّب تروح تتعلم مثلًا تشتغل على البرامج بتاعة الdesign effect وبتاع، حاجة ممكن تساعدك في شغلك وممكن تطلّع منّك موهبة إن أنت بتجمّع الألوان كويس، بتعرف ترسم shapes كويسة مع بعضها أشكال، فمن كتر التجربة ومن كتر استغلال الوقت، هتيجي في مرّة تلاقي نَفْسك إيه ده أنا شاطر في الحاجة دي، خبطت في بس ما حاجة. تقعدش، أبطّل أسأل أعمل إيه، اعمل، قوم حُط نَفْسك في الحاجة انزل في نُص الحاجة، ما تقعدش تسأل كتير، خلاص سألت مرّة و2 أعمل إيه، أبدأ منين الحاجة دي، ابدأ بقى النهارده، دلوقتي حالًا. إمم. كان حد من فترة إحنا طبعًا عارفة أنتِ جروب القراءة اللي إحنا عاملينه وبنعمل session كل أسبوع وكده، فالsession اللي فات كان حد يعني من ضمن الsession وكده كان قرا كتاب كان طبعًا بيقول لنا الملخص بتاعه يعني وكده عشان يفيدنا إحنا كمان بيه، فمن ضمن الحاجات اللي قالها قال إحنا في سن العشرينات ده السن المناسب للتخبيط، خبّط في أي حاجة، أنت كده مش عليك مسؤولية. مش عليّا بالضبط. مسؤولية مثلًا بيت أو أسرة أو فلوس مثلًا أو أي حاجة، خلاص أخبّط هنا شوية وأخبّط هنا شوية، هييجي ليّا الفرصة في أي حاجة تلبس على طول زي ما بيقولوا، وأعرف إن الحاجة ديّة هي فعلًا أنا كويس في الحاجة دي، هاكمّل فيها. بالضبط. ومهم كمان إن أنت يعني برضه ما يبقاش الموضوع عشوائي، يعني أدوّر على الحاجات اللي ممكن تبقى مفيدة ليّا، مثلًا مجال عمل، مجال نشاط،
برضه ما تبقاش تافهة، يعني البنات ما شاء الله أنا باشوف بنات وولاد والله متابعين مسلسلات بالساعات، دي مش حاجة هاجرّب فيها، بيلعبوا ألعاب video games على التليفون بالساعات، بيتكلموا مع بعض بالساعات، لأ يعني اعمل limit وقسّم وقتك بشكل حلو، واسأل على الحاجات الجديدة، يعني أنا إيه اللي ممكن أتعلمه يفيدني؟ خُد مجالات كتير وابدأ خبّط بقى فيهم، بس اسأل برضه على الحاجة اللي ممكن تبقى مفيدة ليّا من أهل التجربة برضه، وصدّق غيرك علشان تعرف تختصر على نفسك مشوار. حد قال لك الحاجة دي لأ، مش طريقها مش كذا، طريقها كذا أحسن، الكتب دي أحسن، الكورسات دي أحسن، اتّبعها أحسن. بالنسبة للأفلام والمسلسلات ما أعرفش والله، بس كان ناس كتير بتقول لي اسمع أفلام أجنبي عشان تتعلم English، وأنتِ برضه تقريبًا قُلتِ لي قبل كده باين النصيحة دي. ما أعرفش كل ما آجي أقعد أسمع فيلم مثلًا في أول 5 دقايق ضميري يقعد يأنبني، يا عم بتسمع فيلم إيه؟ يا عم قوم يا عم اعمل لك حاجة تانية تنفعك يا عم، يا عم قوم اعمل لك حاجة تفيدك، ما أقدرش أكمّل الفيلم، ما أعرفش. حاولت طيب كتير أوي أنا فيلم حتى لو إيه هي 5 دقايق مهمة. بالضبط ما أقدرش، باحسّها لازم أقوم أعمل حاجة تانية. طيب أنا هاقول لك، هي مش الطريقة الوحيدة للتعلُّم، ولكن هي طريقة مهمة جدًا، ليه؟ لإنها بتحطّك في الوضع الأساسي. أنا عن نفسي بافضّل المسلسلات أكتر من الأفلام. لإن أنت بتفضل حافظ الشخصيات ومتعلق بيها، مش بتحط نفسك كل يوم في mood إن أنت تتعلق بالفيلم الأول، لأ، يعني مثلًا أنت عندك مسلسلين معروفين جدًا بقوتهم، والناس اللي متابعاهم من زمان هتلاقونا بنتكلم عنهم كتير، علموا ناس كتير أوي الEnglish، زي مسلسل Friends، المسلسل الأمريكي Friends، والمسلسل المعروف جدًا، 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 اللي هو بطله فريدي هايمر، اللي هو The Good Doctor. المسلسلين دول تحفة. الحلقة بتبقى حوالي 30 دقيقة. أول حاجة الحلقة صغيرة مش ساعتين ونُص، فدي بقى حاجة أنا بافضّلها أكتر، إن الحلقة في المسلسل 30 دقيقة، 40 دقيقة بالكتير بتكون قايم، فدي حاجة. الحاجة التانية إنك بتحفظ الأبطال، بتحفظ تعليقاتهم وبتعجبك شخصية، واحدة من الحاجات اللي في علم النفس إن أنت لمّا بتعجبك شخصية بتبدأ تقلدها، بتبدأ تتعلم أسرع وأحسن، بتحسي إن أنت خدت مثلًا شخصية البطل، تتكلمي زي البطلة، بتتعلمي إن أنتِ تاخدي حتى الreactions بتاعة وشّهم، طبقة الصوت، الكلام ده بيعلّم أكتر. بتبدأ المسلسلات دي مش أكشن طبعًا، ما تبقاش أكشن، ما تبقاش فانتازيا، لأ حاجات فيها حوارات، إيه ده أنت بتعمل كذا، لأ أنتِ مش عارفة بتعملي كذا، oh what why are you doing so وتلاقيهم بيتكلموا كده، بتبدأ تتعلق باللغة، لإن الconversations دي أنت بتتعلق بمعناها، فبتبدأ تاخد جُمل منها غصبٍ عنك، بتبقى عارف مثلًا إن هو يقول لها إيه really Oh my God don't say this again فأنت بتلاقي نفسك بعد فترة أنت عايز تقلده، أنت عايز حد ييجي يكلمك تقول له don't say this again مش عايز تقول له don't say this again لأ، أنت بتاخد الchunk على بعضه، الطريقة على بعضها بتاعة الكلمة دي. What? No, I didn't do anything today. أنت شخصيته بتبقى عارف إن شخصية مثلًا ريتشارد بيتكلم كده، تشاندلر بيتكلم كده، راب بيتكلم كده، فأنت بتبقى عارف شخصياتهم وتتوقع الطريقة اللي هُم بيقولوا بيها، دي حاجة بتساعد جدًا، أقدر أقول لك، بس أنا أرشّح المسلسلات عن الأفلام كمان. تمام جدًا، زي الفل. هابدأ أجرّب هنشوف كده إن شاء الله ونجرّب. طيب جرّب، هاحط لكم اللينكات بتاعتهم برضه، الحاجات تقدروا تلاقوهم إزاي. تمام قشطة. مين مثلك الأعلى أو قدوتِك؟ السؤال ده صعب جدًا، لإني في رحلة البحث ده سؤال اتسألته بطريقة تانية، هو أنتِ أصلًا عندِك مثل أعلى؟ لأ. آه. أنا أول ما بدأت لقيت الناس كلّها بتطلع بتتكلّم عن مثلها الأعلى، أنا لقيت إن أنا مش قادرة آخُد شخصية بعينها تبقى مثلي الأعلى، بس أنا عندي مثلًا ناس كتير واخدة من كل حد حاجة هو حلو فيها، ممكن ما يبقاش عاجبني في حاجات تانية، أو أنا مختلفة عنّه مش قادرة أبقى شخصيته، ودي حاجة بتساعدني إن أنا يبقى لي شخصيتي بتاعة نَفْسي، أنا دعاء، بس أنا دعاء باحب جدًا طريقة الشرح بتاعة مثلًا في الIELTS دكتور محمد خليل، باحبه بيشرح الwriting بطريقة مثيرة للطلاب، فهو مثلي الأعلى في تدريس الجزء ده في الIELTS ومثلي الأعلى في التعامل، ممكن في حاجات تانية مش قادرة آخده مثل في أجزاء تانية لإنه مش شخصيتي، أنا باحب الدكتورة هالة سمير جدًا في طريقة تعليقها على الحاجات الدينية، إنسانة رائعة الجمال، طريقتها في النُصح، أخدت منها الجزئية دي وبقيت حتى أحبها أوي. آه. باحب جدًا ناس كتير، يعني أنا مثلًا باحب أوي طريقة إبراهيم الفقي طبعًا رحمه الله، في طريقة كلامه في الجانب الخاص بالتنمية البشرية وهكذا. فلقيت نفسي إن أنا على مدار الوقت لأ، ما فيش مثل أعلى بعينه، ولكن في شخصية ليّا أنا راسماها جوّه دماغي، دي بالنسبة لي ال 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 الicon اللي أنا عايزة أوصل لها.
عن طريق إني باكتسب الحاجات الحلوة اللي في كل الناس، عشان كده أنا نَفْسي ما أقدرش أبقى مثل أعلى لحد، إلا في جانب، تاخدني جانب، لكن أكيد أنت شخصيتك مش هتتوافق معايا بالكامل إنك تاخدني أنا copy paste كده، تاخدني أنا تبقى أنت، أو تاخدني أنا في كل حاجة فأبقى أنت، لأ، ما إمم. اقتنعش بده. هو أنا على فكرة برضه نفس الشخصية، ما عنديش مثل أعلى ومش عارف مش عارف ألاقي واحد كامل الصراحة، ما يعني كل فيش. شايف كله برضه كل واحد واخد منه حاجة، مش عارف آخد حاجة كاملة عن يعني مثلًا واحد زي كريستيانو رونالدو مثلًا واخد منه الاستمرارية والشغف وحبه للكورة ومجاله دوّة، دي واخدها فيه، لكن طبعًا حاجات تانية كتيرة أنا ضده فيها. واحد برضه مثلًا عندنا في مجال الgym وكده محمود الضرة واخد عنده الحماس والطاقة بتاعته والاستمرارية، واحد عنده كام سنة دلوقتي ولسه زي ما هو بيلعب وشغفه ما بيقلش وكده، برضه واخد منه الحتة دي. باقي الحاجات برضه سواء دينية أو معتقدات برضه غيره، وهكذا مع شخصيات كتير، باخد منه الحاجة الإيجابية بس كده، لكن وده مين مثلًا الصح. الأعلى ما أعرفش برضه، اتسألت السؤال ده قبل كده ما بالضبط. أعرفش. أيوه، هو ده الصح على فكرة، إن إحنا مش كاملين، لا أنا أقدر أبقى مثل أعلى لحد بالكامل، وإلا كل الناس هتطلع شبه بعضها، وكل الناس هيطلع عندها نفس العيب ونفس المميزات. لأ، أنت بتاخد المميزات من الناس اللي أنت أي حد تلاقي عنده ميزة حاول تكتسبها، وأي حد عنده عيب بتحاول تجتنبه، بس وده حاجة في الدين كمان. تمام. إمم. طب حلمِك كان إيه في الطفولة ودلوقتي حلمِك إيه؟ حلمي في طفولتي الحلم العام مش الكلية، يعني في كليتي كنت عايزة أبقى أطلع أبقى متخصصة في طِب الأطفال تحديدًا، إن أنا باحب الأطفال، كنت باحب علاجهم، وكان تاني طفل بعدي اللي هو أحمد أخويا كان عنده أول ما اتولد مشاكل محتاج علاج طبيعي وكده، شُفت الدكتور بيتعامل مع طفل في العمر ده إزاي بإمكانية عالية أوي، واتعلقت بالفكرة جدًا إن أنا أبقى دكتورة علاج طبيعي للأطفال بالذات. لكن حلمي العام كان عندي حلم واسع الإدراك أوي، إن أنا أساعد كل الناس، وإن أنا أبقى في مكانة تخلّيني أساعد أكبر عدد ممكن من الناس، وتخلّيني أنشر أفكار فيها رحمة وسلام وتسامح بين البشر، وإني أقدر أوصل للجزئية دي، وأقدر أبقى يعني أنا نَفْسي أقدر إن حاجة من أحلامي إن أنا نَفْسي إن أنا أسيب أثر حد يفتكرني بدعوة، يفتكرني بحاجة خير، يقول جزاها الله خيرًا عن حاجة معيّنة، فده كان حلمي وهدفي وما زال. دلوقتي في الوقت اللي أنا الحالي بتاعي إني أنمو في مجالي جدًا، أبقى اسم في مجالي أكتر من اللي أنا فيه دلوقتي، وإني برضه أقدر أكمّل إن أنا أساعد ناس أكتر، وأقدر أساعد ناس حتى إن هي تلاقي طريقها، بالذات الناس اللي بتدوّر تلاقي طريقها في الحاجة اللي أنا باشتغل فيها أو في المجال بتاعي. إمم. تمام. طيب من مشوارِك بقى حياتِك عمومًا كلّها ال26 سَنة، اتعلّمتِ منهم إيه؟ لو هنقول مثلًا أنا اتعلّمت كذا، كذا، كذا مثلًا للناس، اتعلّمتِ إيه بالضبط؟ اتعلّمت إيه؟ اتعلّمت إن مش في كل الأوقات لمّا يقول لك اجتنب اللي أنت مش قادر تتعامل معاه، الكلام ده مش صح، في بعض الأحيان خاصية التأقلم، مش كل بوستات الفيس ينفع تمشي وراها، وعلى فكرة لم يُثبت عن علي رضي الله عنه إنه قال حاجة زي كده أو اجتنب من يؤذيك، الكلام ده لم يُثبت عنه، البوست المنتشر جدًا يا جماعة لأ، لإن لو الشخص ده من أهلك أنت ما بتجتنبوش، أنت بتتعلم وبتتثقف إزاي تتعامل معاه. أنت لو ده مديرك في الشغل، فحضرتك أو حضرتك مش هتروحي من أول شهر مش عاجبني فيالّا نرمي الليلة باللي فيها ونسيب المركب، لأ، للأسف في حاجة تانية اسمها التأقلم، وإني إزاي أحُط ليّا قواعد. الحاجة التانية اللي هي أأكد عليها أوي، حُطّوا بعد إذنكم قواعد في التعامل في كل حاجة، في العلاقات مع صحابي. أول قاعدة حطيتها ليّا زمان كان البنات عادي عندهم يا بنت كذا، بس يا بنت يا غبية، بس الشتيمة دي وما زالت منتشرة جدًا، تمام، أنا أول قاعدة حطيتها أنا ما يتندهش عليَّ بشتيمة، وأنا ما حدش يجيب سيرة أهلي ولا بهزار، يعني ما تقوليش يا بنت كذا، يا بنت الهبلة مثلًا، يا مش عارفة إيه، أنا باكره الكلام ده جدًا، فجيت حطيت قاعدة إن أنا كدعاء شخصيتي بتقول لي إن أنا قاعدة عندي صاحبتي احترميني، صاحبتي ما تشدّنيش من هدومي، ما تعمليش حركة غبية، ما تضربينيش، إحنا مش قاعدين قاعدين خرجنا برّه البيت، ما ينفعش، ما امشيش معاكِ وصوتِك عالي في الشارع، ما تهزريش في الشارع، ده أنا والله اللي يتقبّلني على هذا الأساس أوكي، اللي سابني ما ازعلش عليه لسبب، لإنه مش كان مناسب يكمّل معايا، أنا كنا هنتعب بعض، لا أنا مناسبة ليها ولا هي مناسبة ليّا، مش معناها إنها وحشة، اللي ماشي؟ س اللي سابنا خسر دراعنا.
اللسان ده خسر دلعنا، ممكن ما يخسرش دلعنا، ممكن يلاقي الدلع في حتة تانية عادي. عايزة أقول لِك على دي، الحتة دي مهمة أوي، مش لازم لأ، أهو دي برضه منطق غريب جدًا. قريب قريت بوست ده بقى عجبني لإنه حقيقي، بيقول لك إيه، في ناس كتير أوي لمّا بييجي تسيب شغل تقول لك الشركة هتقع من غيري عشان هو كان أحسن موظف، هو كان أحسن موظف، بس الشركة مش هتقع وهيلاقوا موظف تاني كويس ممكن أعلى منه. أنا سِبت فلان ده مثلًا كانت مخطوبة لحد أو هو خاطب واحدة، هاسيبها وآخد ستّها وهي مش هتلاقي حد، ما لكش دعوة، هي لو ظلمتك أو عملت فيك حاجة، لأ هي ممكن تلاقي حد أحسن منك، وأنت تلاقي واحدة أحسن منها، تمام؟ لو في حاجة معيّنة أنا عايزة آخد حقي فيها، فهي مش هتيجي لك بالطريقة اللي أنت متوقعها، وفي حد قالها بطريقة عجبتني، هو من عدم الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى إن أنا أنتظر إنه ينفّذ لي انتقامي أو أخْد حقّي بالطريقة اللي أنا عايزها، لأ، مديرك في الشغل اللي ظلمك شركته مش هتُقع، ربنا بقى ممكن يبتليه في حد من ولاده، ممكن يبتليه في حد يبتليه في مرض، ممكن يبتليه بأرق، ممكن يبتليه بضيق في الرزق شوية بس ما يبانلكش أنت، ممكن يبتليه في دينه، ممكن يبتليه في أي حاجة أنت ما تعرفهاش، ما تنتظرش إن اللي عمل فيك حاجة في نَفْسها تتردّها بطريقتها، لأ. وأنت مش دايمًا مش دايمًا أنت لمّا تخسر حد بيبقى خسرك، لأ، زي ما أنا قُلت، أنا ممكن أنا الشخص ده مش مناسب حياتي، ولا هو مناسبه حياتي، ولا أنا مناسبني، فبالتالي بننفصل كل واحد فينا بيلاقي الشخص اللي يبقى يلاقي الدلع بتاعه معاه. فنتسامح مع الفكرة، بس دي حاجة من الحاجات اللي أنا اتعلمتها. لأ، تصديقًا لكلامِك بمناسبة كلام الشركة اللي أنتِ قُلتِ اللي هو لمّا واحد كان أحسن واحد في المكان ومشي وقال إن الشركة هتخسر، الموقف ده حصل معايا شخصيًا الأسبوع اللي فات لمّا كنت في الجيش. كنت شغّال لهم باعمل لهم حاجة على الكمبيوتر وكده، فأمين الشرطة هناك بقى قاعد معايا يعني وكده، وبعدين بيقول لي: "أنت فاكر يا محمود أنت دلوقتي فكّرتني بحاجة كده." كان في عسكري قبلي تمام، كان واد شكله شاطر يعني وكده وكويس في الكمبيوتر، كان بيعمل لهم شغل وكده، وبعدين كان بقى الواد بيتنّك بقى ومغرور إنه ما فيش حد بقى غيره بيعمل في الكمبيوتر في الوقت ده وكده، بعدين قال لهم: "المكان ده هيبوظ لمّا أنا أمشي، المكان ده مش عارف كذا لمّا أنا أمشي." أمين الشرطة قال لي: "أنت أنا ما كنتش متوقع إن واحد ييجي زي الواد دوّة شاطر زيه كده أو كويس زيه، وأنت دلوقتي فكّرتني فعلًا إن الحياة ما بتقفش على حد، ده قعد يقول كذا وكذا وأنت دلوقتي أهوّة قاعد أحسن منه وشغّال على الكمبيوتر برضه." قُلت له: "والله حصل كذا." قال لي: "والله شُفت." قُلت له: "يا باشا أنا كمان هامشي وهييجي واحد زيي وأحسن مني كلّنا كده." ولازم نتسامح مع الفكرة دي، ولازم لمّا نتظلم نمشي وما ندوّرش دي حاجة من الحاجات اللي اتعلمتها، إني ما ادوّرش بالضبط إيه اللي هيحصل للناس، خلاص بامشي وباحاول إن أنا ما احطش في دماغي هُم هيحصل لهم إيه بقى، خلاص أنا واثقة في ربنا سبحانه وتعالى بيجيب لي حقي، وممكن ربنا أصلًا يعوّضني، أهم حاجة عندي إنه يعوّضني بالطريقة اللي تتناسب معايا، أنا برضه ممكن أروح في حتة أحسن وما علينا هُم جرى لهم إيه بقى، تعاقبوا ما تعاقبوش ده ربنا سِبتهم لربنا سبحانه وتعالى، دي حاجة. الحاجة التانية فشلك في حاجة مش معناها إن أنت فاشل، ما تقدرش تدّي لنفسك صفة بناءً على موقف، بلاش ندّي نفسنا صفات بناءً على موقف، أنا ما باعرفش أتكلم، على فكرة إحنا عقلنا بياخد مننا صفاتنا، حتّة أنا إنسان ما بيعرفش يتكلم أصلًا، لا، 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 لأ، أنت شاطر في الحاجة دي، لا، لا، أنا ما باعرفش ما عنديش الطاقة اللي عند فلان ده، أنت ما جرّبتش تلزم نفسك مرّة و2 ولمّا تفشل تحط تجربة تانية، إحنا في علم النفس عندنا إن إحنا كنفوس بشرية مختلفين، أنا باتشجّع بالكلام الحلو، في فلان بيتشجّع بالعقاب، لازم يبقى عارف إنه عنده deadline وهيموت، هيتقفل عليه النهارده، هيطرد من البيت لو ما خلّصش الكلام ده، يبدأ يشتغل، إحنا بس بنتجاوب بندّي ردات فعل إيجابية ناحية حاجات مختلفة. فأنت بتعرف تتكلم بس ما جرّبتش، أنت تقدر تنفّذ اللي فلان ده نفّذه، أنا ما أقدرش أتحمّل الحاجة دي، لأ، أنت لو محطوط فيها ممكن تقدر. ولازم طول الوقت يبقى على لساننا حتّة إن أنا لأ أقدر، لأ ممكن، هاجرّب تاني، هيبقى عندي إصرار، مع تحمُّل الكثير، وأنا لازم أأكد على الحتّة دي، لازم نتحمّل الكتير، ما فيش حاجة في الدنيا سهلة، وتحمُّل الحاجات اللي إن أنا بس الإصرار والتصميم دي مش كلمة، لأ بيبقى معاها عياط، بيبقى معاها اكتئاب، بيبقى ساعات معاها مش قادر النهارده ومش هاعرف. لازم آجي تاني يوم أشجّع نَفْسي عادي، ما فيش حاجة مثالية، يعني ما فيش حاجة هتمشي زي ما أنا عايزها بالضبط. فدي أقدر أقول لك الحاجات اللي بجد ممكن تفيد حد لمّا ييجي يتعامل مع ناس. والشغل في مجال الشغل ما تهتمش أوي باللي حواليك بيعملوا إيه، على قد ما تركّز على نَفْسك أنت بتعمل إيه. فلان شاطر أوي أشطر منّك فأنت مش هتعرف تترقّى وهو يترقّى، ما لكش دعوة بيه. فلان قريب من المدير فهو أكيد هيرشّحه ومش هيرشّحني أنا. فلان بيتكلّم عني كلام وِحِش وموقّعني ومبوّظ لي شغلي. ركّز على نَفْسك، ركّز على نَفْسك، ركّز على نَفْسك، ما لكش دعوة بحد.
ما لكش دعوة مين بيعمل إيه، مين شاطر، مين خايب، مين بيتكلم، مين بيطلّق، مين بيتجوّز. لو ركّزنا نُص التركيز اللي بنركّزه مع حياة الناس علينا إحنا، هنروح في حتّة تانية خالص. باقول لِك اتخطبت والّا لسه؟ آه. بالضبط، فلأ نركّز على نَفْسنا، نركّز على نَفْسنا أهم حاجة. ماشي. طيب هل في موقف مثلًا عدّى عليكِ قبل كده في الcareer بتاعِك خلّاكِ تحسّي بإهانة أو صعبت عليكِ نَفْسِك أو كده؟ أفتكر إن أول ما بدأت أدرّس خالص، 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 ولسه بقى باجرّب نَفْسي إن أنا كteacher أو كده، إن أنا عايزة أشوف أنا باعمل إيه. أول feedback جالي إن أنا ما بافهمش منها حاجة وعلى فكرة ما استفدتش منِّك حاجة خالص وبتاع. نَفْس الشخصية دي من ورايا أنا بعد سنين، بس أنا ما عرفتش غير بعد سنين. طبعًا أنا مش بس صعبت عليّا نَفْسي، أنا صعبت عليّا نَفْسي أوي في الفترة دي، وحسّيت إن أنا طَب أنا هاسيب التدريس كُلّه. بعد سنين كتير أوي نفس الشخصية دي قالت لأ، هو أنا ما كنتش بالتزم، وأنا ما كنتش أصلًا باعمل الحاجات اللي هي كانت بتقول عليها، وما كنتش باركّز أوي في الsession عشان كانت بتاخد الsession من النادي برّه وهي مع ولادها بيلعبوا وبتاع. فحسيت إن أنا اتظلمت، بس أنا بعد سنين كتير أوي نفس الشخصية دي بعتت حد يتوسط إن أنا أدّيها تاني، فأنا ما رضيتش. بس وقتها صعب عليَّ نفسي لإن الكلام اللي هي قالته لي واتقال عني في الفترة دي ضايقني، كان هيخلّيني أتراجع عن فكرة إن أنا أبقى teacher أصلًا. فبس لقيت إن لأ، ولقيت إن أنت مش كل الناس هتتأقلم معاك، ومش كل الناس هتحبك. لأ، عادي، خلاص. إمم. طب شايفة أصلًا المفروض إن إحنا نتأثّر عادي والّا كإني ما شُفتش الكلام؟ إيه لأ، الأفضل؟ كإنك ما شُفتوش ده مش ذكاء خالص، لإن ممكن جدًا في النقد اللي الناس بتقوله يبقى في حاجة صح. يعني أنا ممكن أنا من النوع اللي بينتبه للنقد جدًا. والله باقيسه على نفسي، لقيت إنه في ظلم خلاص، لقيت إن أنا ممكن أبقى حد قال عني مرّة إن أنا كteacher باشِد جامد أوي، وإن أنا شديدة. بدأت أفكّر هو أنا فعلًا باشِد؟ طب ما أنا ممكن أغيّر أسلوبي شوية. تمام، ما علينا إن أنا ممكن الشخص ده حتى لو هو بيتكلم بأسلوب مش كويس أو بأسلوب وِحِش، ممكن أبقى متضايقة. بس بقيت أتَّك على نفسي ودي حاجة مش سهلة، أعصُر على نفسي ليمونة وأفكّر في كلامه، ولو لقيت إن كلامه ظُلم خلاص بارميه ورا ضهري، ما باتأثّرش. لقيت إن كلامه فيه حاجة تُذكر، لأ، باحاول إن أنا أستخدمها، حتى لو أنا عارفة إن نيّته وِحشة أو نيّته مش كويسة. إمم، تمام. طيب شايفة العالم إزاي؟ شايفة العالم طبعًا زمان كنا شايفين إن العالم ده بابا وماما والأسرة و والأكل والشرب والبيت. العالم بالنسبة لنا كان البيت. دلوقتي العالم عامل زي الصراع كبير أوي، لو فكّرت فيها هتتعب. عامل زي حلقة المصارعة فعلًا، أنت بتتنافس مع نَفْسك ومع غيرك، وبتجري، بتجري، 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 عامل زي الطريق اللي ما بيخلصش. كل ما بتجري بتلاقي قدّامك مسافة أكتر، كل ما بتحصل مشاكل بتحلّها تلاقي مشكلة تانية. حاجة كده طريق عامل زي الطريق غير منتهي. بس الحاجة الوحيدة اللي ممكن تريّحك إنّك تفضل يعني متشبِّث بمبادئك، متشبِّث بربنا سبحانه وتعالى في قلبك. بتلجأ لربنا سبحانه وتعالى في كتير من الأحيان، لإن العالم صعب ومؤذي ومخيف برّه. مرعب. آآ جدًا. ما تركّزش كتير على فكرة إن أنت الناس سبقت وأنت لسه. طريق كل واحد فينا شايفه من وجهة نظره. أنت شايف إن في ناس قدّامك، في ناس تانية شايفة إن أنت قدّامهم. عادي، هاوصل في وقتي. بتتعاملي إزاي مع الصراع مع اللي إحنا شايفينه في العالم وفي مصر عمومًا؟ لمّا باخاف باثبت وباقول ربنا سبحانه وتعالى موزّع الأرزاق، وبابدأ بس أتَّك على نفسي في إني لو باضيّع وقتي في حاجة ما لهاش لازمة، إن أنا ألجأ إن أنا طيب ما أنا لأ خلاص خلّيني أجهز أكتر في مجالي مثلًا، خلّيني أكون متسلّحة أكتر بالإيمان، وأبدأ إن أنا أزوّد فرض القرآن بتاعي عشان أطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والحاجة التانية إن أنا أروح أسلّح نفسي أكتر بالحاجة اللي مخوّفاني. أنا مثلًا خايفة إن أنا ما ابقاش مميزة في مجالي، لإن في ناس أقوى وهتاخد فرص أحسن في أماكن أحسن، وإحنا هنلاقي نفسنا مش عارفين نشتغل. فأبدأ مثلًا لأ خلاص أنا والله كُتب عندي أهي، وأقوم جاية واخدة كُتبي وحاجتي، وأبدأ إن أنا أقعد أكتر، أذاكر أكتر بس بهدوء. دايمًا أقول لنفسي لا حد هياخد رزقي، ولا أنا هاخد رزق حد، ولا هيتمنع عني الرزق بسبب حد، ولا هاقدر آخد رزق بسعي زيادة. لإن برضه الحديث القدسي اجري يا آدم جري يا ابن آدم جري الوحوش عن رزقك لن أنت مش هتاخد غير رزقك، ومش هينفع حتى تجري في الأرض كده. يعني حتى لو صحيت أكتر من مثلًا رزق كان مكتوب مثلًا رزق معيّن وأنا صحيت أكتر من كده، مش هييجي لي رزق أكتر؟ لأ، ييجي لك رزق أكتر لو أنت مش بتجري جري الوحوش اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليه، اللي هو إيه؟
اللي هو جري بتوتر بمحاولات مستميتة بإن أنا آجي على جسمي وأعصابي ونفسي و وأدمّر ممكن أدمّر صحتي، ممكن أسهر أكتر بكتير لأ، لبدنك عليك حق ولنفسك عليك حق، آكل كويس، أنام كويس، أصحى كويس. معظم الناس إيلون ماسك أصحاب الشركات الكبيرة، الناس دي لمّا اتسألوا إيلون ماسك بينام 9 ساعات يا جماعة ناموا إيلون هل ماسك بينام 8 ساعات و9 ساعات وعادي. فلان كده الفلاني لمّا وصل بس؟ إيه؟ يمكن عمل كده لمّا وصل، ينام براحته بقى، ما هو مش عايز أصلًا حاجة تانية. لأ، لأ، أنت ممكن تنام أو نام الساعة 12:00 أو نام الساعة 10:00 واصحى الساعة 6:00 نام 10 واصحى 6:00 اصحى صلّي الفجر وارجع كمّل نوم واصحى 6:00 لكن حتّة إن أنا أدمّر أصل أنت لو ما نمتش 8 ساعات عقلك بيبدأ يتدمّر مع الوقت، ذاكرتك بتبقى أضعف. طب ما أنا آخُد أعلى quality من نَفْسي وأصحى بدري برضه، بس أنام بدري وأطفي تليفوني بدري وأتَّك على نَفْسي، أحُط تليفوني في الدرج وأقفله وأضبطه على المنبه بس. وهتصحى تلاقي رزقك موجود. وكل ما كنت أنا مستعدة نفسيًا وباخرج وباتعامل مع صحابي ومبسوط، الساعة اللي هاقعد أقرا فيها كتاب أو هاركّز فيها هاركّز هاستفاد. غير أنت تعبان بتقرا 100 كتاب، في الآخر تفتكر جملة من كل واحدة. باحط نفسي في 100 حاجة، باتَّك على أعصابي، بأنِّب نفسي كتير، أنت لازم تعمل، ده مش بيجيب حاجة خالص، بيجيب إنسان مُعقّد نفسيًا في الآخر، بيجيب ناس إنسان متدمّر نفسيًا وبدنيًا ومش مستفيد كتير. إمم. خلّي بالك من الحتّة دي، نَفْسك ليها حق. أنا مهمل أوي في حق نفسي والله، بس تمام. طيب. طيب شايفة ربنا بيدّي مين أكتر، أو بيدّي مين، المجتهد والّا الذكي والّا المخلص؟ ربنا سبحانه وتعالى بيدّي الناس المجتهدة والراضية. مجتهد وراضي، مجتهد وما بيلومش على ربنا وعلى رزقه وعلى حاجته، يا بيجتهد وبيرضى باللي بييجي له وبيعتقد في إن اللي جاي له ده هو اللي ربنا عايزه سبحانه وتعالى، إن أنت ممكن تجتهد في الحتّة دي وربنا ما يدّكش فيها دلوقتي، فمحتاج رضا، عشان ربنا يقول لك أنت رضيت كان حقًا. يقول لك إيه، أنت لمّا بتصحى في الأذكار بتاعة الصباح والمساء بتقول إيه، رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، فربنا بيرُد عليك وقتها سبحانه وتعالى وبيقول لك كان حقًا على الله أن يرضيه. والله لأرضيك. يعني يعني يا عبدي هارضيك ليه؟ لإن أنت ارتضيتني رب، ارتضيت بقضائي، رضيت إن مقابل الاجتهاد ده اديتك دي وأنت شُفتها قيّمة، فجوّه دي إحنا بنقول في اللغة الإنجليزية كده حاجة بنقول إيه، a bliss in disguise. ممكن تبقى في نعمة مغلّفة بتعب، بمجهود، بخوف، بإجهاد كتير، بس هي في النهاية نعمة ونعمة كبيرة، فأنت لازم تآمن بده. إمم. حتى لو المجتهد دوّة مش ذكي؟ حتى لو مش ذكي، أينشتاين بنفسه لمّا اتسأل قال إنه شايف إن العبقرية، سألوه إيه هي العبقرية؟ قال لهم 99% اجتهاد و1% ذكاء أو موهبة. لإن في ناس أذكيا عندهم مواهب في حاجات كتير، لا بيسعى يكتشف نفسه ولا بيسعى يستخدمها ولا بيسعى يطوّرها ومع الوقت بتروح. إمم. ف صح. ف فطبعًا لأ، يعني الذكي والّا المجتهد؟ لأ المجتهد يكسب، المجتهد دايمًا بيكسب. لإنه الذكي عامل زي الأرنب والسلحفاة، ده بيفضل يقطّم حتّة وعنده إصرار وبتاع، وده فاكر إن هو قاعد على ذكائه. أنا كده ذكي، فما بيطوّرش. إمم. صح. إزاي اكتشفتِ شغفِك؟ وهل عندِك شغف أصلًا؟ عندي شغف، أنا باقرأ وباكتب، يعني أنا كاتبة أصلًا باللغة العربية، باكتب باخلّص الرواية بتاعتي أهو. فإزاي اكتشفته؟ اكتشفته من وقت فراغي ومن كتابة يومياتي. أنا من الناس اللي هي وإحنا بنقول عليها الjournal أو كتابة اليوميات. من وأنا صغيرة بقيت أكتب الحاجات اللي أنا مهتمية بيها، يعني أنا من سَتّة ابتدائي عندي مذكرات، مذكراتي اليومية، النهارده مثلًا يوم كذا، عملت كذا، قرأت كتاب كذا، طب اتعلمت منه كذا، طب أنا عايزة أقول للناس إيه، بقيت أحاول إن أنا أدوّر هو إيه اللي عجبني في اليوم بتاعي، إيه اللي عجبني في الهوايات دي، إيه اللي عجبني في الحاجة دي، أنا باعرف أعمل إيه أكتر. بقيت أقعد وأسأل صحابي هو إيه أكتر حاجة أنا باعملها أنتم شايفين إنها ممكن تبقى مفيدة، أسأل الناس اللي حواليّا. جرّبت كتير، جرّبت بقى حاجات كتير أوي، جرّبت أروح أتعلّم لغات، اتعلّمت صيني، اتعلّمت ألماني، تركي، هندي، بقيت أتعلّم لغات كتير أوي. يعني أنا أصلًا polyglot يعتبر، لإن أنا باتكلّم أكتر من لغة دلوقتي، يعني بقى لي سَنة ونُص باتعلّم صيني.
مالوش علاقة بأي حاجة. ف ف يعني أنا من النوع اللي مهتم بحتّة إني أتعلّم الثقافات بتاعة الناس التانية، مش بس أتعلّم اللغة. يعني ممكن أكلّمك عن الثقافة الصينية نفسها بقى لمّا نروح لحتّة الصيني، هم بيحبّوا إيه، بيتصرّفوا إزاي، أنت لمّا تدخل مكان تعمل إيه، بيضايفوا ضيوفهم إزاي، حتّة الثقافة بتاعة الشعب التاني، وجات معتقداتهم في التنانين والحاجات دي إزاي. أنا باحب ده، باحب أعرف عن الناس أكتر. فلقيت إن شغفي إن أنا أقرأ، أتعلّم أكتر. وبعد كده لقيت نفسي من كتر ما باعبّر أو من كتر ما بدأت أكتب اليوميات بتاعتي إن أنا إيه ده، أنا باحب الكتابة وعندي خيال، فلأ يالّا نكتب، فبدأت أكتب. فهنا بقى اكتشفت أنا باحب أعمل إيه. إمم. ادّينا كده جملة صيني. حاجة صيني، أقول لك إيه، 我爱 汉语 وبوجونغورن. أنا مش صينية ولكن أنا باحب اللغة الصينية. باحب اللغة دي صراحة يعني جدًا، أنا باحبها مش حُب عادي، لأ أنا باحبها أوي. باحب اللغة طب الصينية جدًا. لمّا بدأتِ تتعلّمي اللغة الصينية برضه اللي هو برضه بدأتِ بالسماع برضه وإن أنتِ تنطقي برضه تتكلّمي بنفس الإنجليش؟ طبعًا ما كنتش أقدر ولا أجرؤ إن أنا أروح أعلّمها لنفسي أو إن أنا أروح أجرّب رغم إن أنا عارفة. فأنا لجأت طبعًا للوشة، مُدرسة اللغة الصينية. وهي طبعًا كنا مُعتمدين على إن إحنا بنسمع ريكوردات لconversations صغيّرة. يعني اسمك إيه؟ 你叫什么名字؟ يعني اسمك إيه؟ ده بالصيني. ييتش طبعًا. وعلّمتنا الأول طبعًا نقرأ، لإن هي لغة صوتية يعني على الصوتيات. بس أنا في اليوم تطبيقًا لكلامها اتعلّمت اللغة دي إزاي بقيت أقولها كده، أو إزاي إن أنا باتكلّم. إن أنا بقيت ماشية في البيت هنا، هُم هنا جاي لهم حالة كده اللي هو لو سمعناكِ بتتكلّمي هتتضربي. مثلًا اتعلّمت مثلًا فعل اسمه أي يُحب. عشان كده طول الوقت بقى الناس اللي بتسمع مسلسلات صيني وأيني اللي هو زي I love you بالEnglish كده. لأ أنا بقى بدأت أحط أنا م وأي يُحب. وادّتنا مثلًا صف كلمات، السمك، اللغة الصينية، أهلي، ماما، بابا، مش عارفة إيه. فبدأت آخُد أنا ويُحب وأحطها جنب كل الحاجات وأعمل جُمل، جُمل، جُمل بالكلمتين دول بس. كل ما أتعلّم كلمة أقول إن أنا باحبها. طب أنا باخاف من الكلاب والقطط، اتعلّمت كلمة أنا يخاف، وبدأت أحُط كلمة كلب وقطة. قُلت لها علّميهم لي. ليه؟ أنا باحب القطط، بس أنا باخاف من الكلاب، أنا مش عارفة إيه. بدأت إن أنا آخُد أي فعل، أي حرف بتقوله. أنا لأ، ما باحبش أشرب مثلًا القهوة. مثلًا كده، وبوقعي كافيه. أنا ما باحبش إن أنا أشرب القهوة. إيه ده؟ إيه ده إزاي بتنفي، إزاي أقول لأ؟ فعملت جُمل، 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 بس كنت باتكلمها على مدار اليوم في البيت كله. يعني أنا في البيت لازم يشهدوا معايا للموضوع ده، كنت مزهقاهم بصراحة. اللغة لازم تمارسها، فلازم أتكلم، ولازم أتكلم بصوت عالي. تمام. بتفكّري بقلبِك والّا بعقلِك؟ الاتنين، أنا إنسانة أنا عاطفية. ف باتفرّج على فالاتنين. دلوقتي أوكي يا أحمد. أحمد ده المايك. يس، mute بقى نقول. عملنا له mute. تمام. نورنا يا أحمد. بافكّر بالاتنين، لإني إنسانة عاطفية، والست ربنا جعلها عندها جزء كبير من العاطفة بيدخل في كل حاجة. بس على حسب بافكّر في إيه. يعني علاقاتي مع الناس في جزء كبير بيروح عندي لحتّة العاطفة، ودي حاجة مش باعتبرها عيب. وبالجأ لعقلي طبعًا. في الشغل لأ. في الشغل بابدّي أفكّر بعقلي، أو أمّا آجي آخُد قرار أسيب شغل، أروح لشغل، باحاول أنفي. مثلًا ممكن أبقى شركة الناس اللي فيها أنا باحبهم، بس أنا عارفة إن مرتباتهم سيئة، عارفة إن أنا مش هاستفاد كتير. فلأ، هنا باحكّم عقلي إن أنا هاروح أتعامل مع الشخص ده. الشخص ده شديد، الشخص ده ممكن يكون أنا ما باحبش التعامل معاه أوي، بس هاستفاد منّه أكتر، هاتعلّم منّه أكتر. فلأ، هنا باجنّب المشاعر وأروح لحتّة العقل. أنا الأول كنت شخص عاطفي برضه، كنت بافكّر بالقلب، بس من سنتين أو سنة ونُص اتقلبت شخص تاني تمامًا، بقيت بافكّر بالعقل، وبقيت ما فيش حاجة بتصعب عليَّ. باشوف الواقع والمنطق إيه وده اللي هامشي عليه أو ده اللي هاعمله، ده الواقع والمنطق، ما عدتش بافكّر بقلبي خالص. لأ، في أوقات لازم تفكّر بقلبك، في أوقات بالذات بقى لو حاجة خاصة بالعلاقات، حاجة خاصة بأهلك، بصحابك، بالناس اللي بتتعامل معاهم. لكن في الشغل طبعًا لأ، مش مُفضّل. تمام. طيب لسه بتكتشفي مواهب عندِك والّا خلاص بطّلتِ اكتشاف وأنتِ مثلًا عرفتِ أنا عندي كذا، كذا، كذا خلاص أنا هاطوّر فيهم وأثبت على كده؟ لأ خالص، أنا من الناس اللي بتشجّع التعلُّم مدى الحياة، وشايفة إن لأ. يعني أنا نِفْسي أتعلّم برمجة،
ما أعرفش أنا موهوبة فيها والّا لأ، هابقى كويسة فيها والّا لأ، بس أنا عايزة أتعلمها وأبدأ أعمل برامج خاصة بالتدريس، نفسي أتعلم لغات تانية، نفسي أتعلم حاجات معيّنة أعملها. لأ، أنا شايفة إن الإنسان طول أي حاجة بيتعلمها ممكن يكتشف إنه موهوب فيها، فلأ، بدال هاتعلم أكتر يبقى ممكن أكتشف حاجات تانية، ما بيأسش لأ. تمام. طب هل شُفتِ في يوم من الأيام شُفتِ حلمِك ده بيتحقق قدّامِك، سواء وصولِك للي أنتِ فيه دلوقتي أو لحاجة تانية، اللي هو مثلًا حلمِك دلوقتي إنِّك عايزة توصلي لحاجة عالية لسه في المجال، عمرِك تخيّلتِ ده قبل كده إنه بيحصل؟ آه طبعًا، آه. عند مرحلة معيّنة يمكن في الأول ما كنتش عارفة إزاي أو كده، بس عند مرحلة معيّنة بقيت باعمل خطوات أصلًا عشان أوصل لده. يعني بابقى متوقعة إن اللي أنا باعمله ده هو ده اللي هيوصّلني للي أنا فيه دلوقتي. أنا مثلًا باخد الشهادة دي، فلمّا هاخدها هاقدّم في المكان ده، ولمّا هاقدّم في المكان ده هاطوّر نفسي بالطريقة الفلانية دي، فهابقى الشخصية دي، هابقى معايا العلم ده بالطريقة دي. آه، أنا قدّامي سَنة في تعلُّم اللغة، فأنا دلوقتي مثلًا عارفة إن أنا هابقى باتكلّمها بالشكل ده. فدي باحطها في دماغي، وده اتعلمته بس بعد فترة صراحة، ما كنتش كده في الأول، بس اتعلمت إن أنا الأول أبُص على الأوازن الأمور، وآخد خطوات بس واقعية، يعني أحط حلم واقعي، يعني مثلًا ما تبقاش أنت أول يوم تتكلم فيه إنجليزي النهارده، وتقول أنا بعد شهر هابقى باتكلم زي الواد ده وتشاور على واحد في التلفزيون، إحنا كده يعني بنضحك على بعض يعني. بس تحط لنفسك قُل مثلًا بعد سنتين أنا هابقى باتكلم زيه، بس بعد سنة هابقى باتكلم حلو، بس ممكن أبقى محتاج تضبيط أكتر. عشان كل ما كنت واقعي لمّا بتيجي توصل لهدفك أو تحققه، الموضوع عندك بيبقى أقوى بكتير، وبتحس إنك مبسوط لإنك حققت الحاجات اللي أنت كنت مفكر إنها هتتحقق. تمام. إزاي ألاقي نَفْسي، طبعًا قُلنا اللي هو لو إزاي ألاقي نَفْسي مثلًا أنا أخبّط كتير، أجرّب كتير. بالضبط. آآ تمام. شايفة الموهبة والّا الالتزام؟ أعتقد قُلتِ الالتزام، صح؟ الالتزام طبعًا. الالتزام أحسن من الموهبة. آه طبعًا. إمم. كويس والله. طب إيه اللي يخلّي الواحد إن هو يكون عايز يبقى أحسن من نَفْسه؟ يعني إيه اللي بيحفّزنا ويشجّعنا إن يخلّينا إن إحنا نكون عايزين نكون أحسن من نَفْسنا؟ هو الطبيعة البشرية إنك تبُص حواليك وتشوف الناس بتتطور إزاي ما تحسدهمش، بس تشوف إن أنت محتاج تبقى أحسن منهم عادي. أنا ممكن ما ابقاش باحسد حد أو مش باحقد عليه، مش عايزه يقِل، بس عايزة أبقى أحسن منه. دي حاجة أصلًا حتى دينيًا مش مرفوضة. هل ده هم مثلًا ما عندهمش الإحساس ده والّا إيه؟ في ناس ما بتدوّرش أصلًا على الناس اللي في مجالها. يعني أنا مثلًا كنت كطالبة باروح أقرا أسماء الناس الأوائل على الدفعة، وكنت ما باتكسفش خالص إن أنا أروح مثلًا فلانة دي هو أنتِ بتذاكري إزاي؟ أنتِ الأولى ما شاء الله، كذا. كنت أدوّر أنا في مجالي دلوقتي باتابع صفحات الناس اللي هم في نفس سِنّي أو أكبر شوية، وبقوا مثلًا شغالين في مراكز أعلى، وصلوا سافروا وخدوا مِنَح مثلًا كبيرة، فبدأت أدوّر عليهم. دايمًا عيني على الأعلى علشان أوصل أكتر، وعشان أتطوّر، وعشان مثلًا كل ما ألاقي نفسي إن أنا قليلة، أبُص لأ اللهم بارك دي أخدت شهادات أكتر، ما شاء الله ربنا يعني يزيدها ويزيدني. بس لازم تبقى عينك أصلًا على حاجة عالية عشان تفضل تطلع، وإلا أنت مش هتطلع. إمم. طب إيه اللي بيخلّي حد ينجح وحد يفشل؟ آآ ما عندوش إرادة وما عندوش رغبة، اللي بيخلّي حد يفشل أو شخص ما دوّرش ينجح أصلًا. هو مُعتقد إن هو إن أنا عملت زي ما هُم قالوا، عملت وخلاص، بس أنا فشلت. لأ، هو توفيق من ربنا الأول، وبعد كده حد عنده إرادة إنه ينجح، لإن أنت فشلت مرّة مش معناها إن أنت فشلت، لأ أنت فشلت علشان تحاول تاني وتنجح تاني. فأنت ما اسمكش إن أنت فشلت، أنت فشلت في حالة واحدة، لو قبلت الخسارة وقبلت تُقف مكانك. لكن فشلت المرّة دي وحد نجح ممكن توفيق من ربنا ليه، ممكن أنت لسه محتاج تشتغل على حاجات تدوّر عليها، بس تدوّر على طريقة صح تعمل بيها الحاجة. بس لكن فشل ككلمة فشل ما باشوفش الإنسان اللي بيفشل فاشل، لأ اللي بيُقف ويتقبّل إنه فاشل، ده كده فاشل. لكن اللي يخلّي الواحد ينجح أو يساعده إنه ينجح الرغبة والإرادة، دول أهم الرغبة حاجتين. والإرادة وتوفيق ربنا قبل أي حاجة، نكون بيرضي ربنا. طب أهمية العطاء بالنسبة لِك؟ العطاء أساس كل حاجة، أساس الحياة، أساس السعادة، أساس القيمة. أنت لو إنسان بتاخد بس، إيه قيمتك؟ أنا لو مش لو العلم اللي أنا ب ب أخدته في حياتي ده كله لو ما بادّيش كل يوم، لو ما بادرسش عدد الساعات اللي أنا بادرسها دي، ده عطاء، مش وعطاء من القلب، ده حتى عطاء، نوع من أنواع العطاء. الإيه؟ لو بتاخدي مقابل، يعني أنا مثلًا ادّيت كورس مثلًا حتى بفلوس، ده برضه المعلومات دي عطاء برضه لهم؟
طبعًا عطاء، لسبب، لإن العلم لا يُقدّر بتمن، أنت هو أنت صح أخدت مقابل مادي مكان يعني في مقابل أنت أعطيت وأخدت مقابل مادي، أعطيت معلومات، ولكن أنا ممكن أدّي المعلومات بالضبط، ممكن أدّي المعلومات بحُب، ممكن أزُق اللي قدّامي أنت هتتكلم، ممكن بجد أدّي أكتر من اللي قدّامي حتى ب ب ب أنت مش دافع لي عشان معلومة هادّيها لك بطريقة ممكن في ناس بتدّي معلومة بالضبط، حد بيسأل مثلًا كذا إيه، اعمل كذا، لأ أنا صح. وكتابة وكده، كنت لأ داخل طبعًا، session كنت داخل session أدّي محاضرة ومحضّر عناصر هاتكلّم فيهم وخلاص، بالاقي نفسي باجيب كلام كتير ليه؟ لإني حابب اللي أنا باعمله ده، أو حابب بالضبط. عايز أدّيهم معلومات، باشرح بالتفصيل المُمِل. طبعًا، وده نوع من أنواع العطاء، أنت بتدّي بصدق، بتدّي بحُب، بتدّي اللي أنت اتعلّمته صح، وبتعلّم صح، وده حاجة طبعًا ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليها، بس ده عطاء. إن أنت برضه تساعد برّه الشغل، تساعد لو حد محتاج حاجة، ده عطاء أكبر بقى وعطاء لوجه الله، هو كده كُلّه عطاء، بس في عطاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وده نوع من أنواع العطاء اللي إحنا بنقول عليه زكاة علم، زكاة عن نفسك وبدنك وصحتك، سواء إذا عطاء مادي أو عطاء علمي أو عطاء بالصحة، أنت بتشيل حاجة مكان حد، فكل أنواع العطاء هي اللي بتعمل قيمتك، أنت مين؟ أنت قيمتك في الدنيا اللي أنت بتقدّمه مش اللي أنت بتاخده، أنا باخد عشان مكانة، بس اللي أنا بادّيه ده هو اللي بيحدد أنا مين وأنا قيمتي إيه. طب لو رجع بيك الزمن، هتخشي نفس كليتِك تاني؟ دلوقتي لأ، كنت أحاول أدخل آداب مش تربية وأدرس علم النفس بشكل منفصل، لإن كانت صعبة، يعني أنا ما بارشحش لأي حد عايز يعني يبقى مدرس لغة أو كده إنه يدخل تربية إنجليزي، ادخل آداب رغم إن كلية تربية أعلى في المجموع، بس ما تستخسرش مجموعك. آداب هتتيح لك وقت أكتر بعيدًا عن الدراسات التربوية، إن أنت تدرس جواها يبقى عندك وقت أكتر بكتير، بيروحوا 3 أيام في الأسبوع، وتدرس بتخصص أعلى في اللغة. بدون التخبُّط بتاع المواد التربوية، فلأ، كنت أحب إن أنا أدخل كلية الآداب أو كنت أسعى إن أنا أسافر لكلية لغات وترجمة، بس أياميها بقى أيام الكلية بتاعتي كان لسه بعد الثورة، الضرب والكلام ده، فكان أهلي خايفين إن أنا أسافر، بس لأ، ما ادخلش نفس الكلية خالص. بس المواد التربوية اللي أنتِ خدتيها ديّة أعتقد أصلًا إن هي اللي بتساعدِك إن أنتِ تتكلمي كده، وإزاي إزاي تتعاملي تساعدني ممكن بشكل بالطلبة منفصل. يعني أنا قرأت في علم النفس بشكل منفصل وساعدني، فأنا كنت أحب أكتر إن أنا آخُدها كقراءة كاطلاع منّي أنا، وكنت أدرس طرق التدريس أو أدرس دبلومة التربوي حتى في سَنة منفصلة، الناس اللي بتروح بعد آداب بتاخدها دبلومة التربوي عادي لو عايزين، بس فكرة دراستها أثناء دراسة اللغة بتعطّل بتوقّف بتخلّي دراسة اللغة تتراجع شوية. إمم. طيب آخر سؤال في الأسئلة دي، إيه تعريف النجاح بالنسبة لِك؟ الاستمرار، طول ما أنت مستمر معناها إن أنت ناجح، طول ما أنت عايش بتحاول محاولات ومستمر وبتصحى كل يوم بتحاول تعمل اللي عليك ده نجاح، مش إن حتى أنت لو توصل مستمر لحاجة معينة، حتى لو إيه؟ حتى لو مستمر وبيفشل؟ حتى لو مستمر وبيفشل بدال بيحاول ينجح معناها إن هو ناجح. إمتى تقولي على الشخص دوّة ده شخص ناجح وده لسه ما نجحش؟ أقول على الشخص ده إنه شخص ناجح لو قدر يوصل لطريقة إنه بيستمر وبيحقق نتايج، فأقدر أقول عنه رغم إن أنا فعليًا ما باعرفش التاني إنه مش ناجح، لأ هو ناجح، بس الشخص في أقصى درجات النجاح إنك توصل لمرحلة إن أنت ماشي بخطوات بتوصّلك لنتيجة، أنت عارف إن أنا باخد خطوات مستمرة حتى لو فيها نسبة فشل، باقع، باتكعبل، باعمل حاجة غلط وباصحّحها، بس أنا مستمر كل يوم باصحى وباعمل حاجة وعارف إنها في النهاية هتؤدي لنتيجة، باخد شهادة عشان عارف الشهادة دي هتوصّلني نشتغل في مكان أحسن، بادرس كذا. الشخص ده فاشل زي ما قُلت لك، إنه فجأة بطّل يتحرّك من مكانه. تمام. طيب دي كده الأسئلة الشخصية، نخش بقى على الجزء التاني، وطبعًا أسئلة طوّلت معانا بس أنا استفدت كمية استفادة كبيرة جدًا الصراحة يعني، ربنا يبارك فيك بجد، أنا سعيدة جدًا والله إن أنا قابلتك. وأنا كمان. طيب نخش على أسئلة الناس بقى، الناس عايزين يعرفوا كده تمام؟ واحد بيقول اللي هو مش بيعرف ما بيعرفش يترجم أي كلمة وبيتلخبط دايمًا في الأزمنة تمام، وما بيعرفش يحدد إمتى يقول الزمن ده، إمتى يقول ماضي، إمتى يقول مضارع وهكذا، وإمتى ما يقولوش خالص، يعمل إيه؟
لازم يتشرح له الأزمنة، لازم يسمع حد بيشرح أزمنة مش هيعرفها لوحده ولا يقدر يدرسها لوحده. في إن هو يرجع، ممكن لو مش هياخد كورس يرجع لقناة The American English ويسمع شرح إبراهيم عادل فيها، أنا أرشحها جدا جدا، إنسان محترم جدا. ويسمع الأول الأزمنة وبستخدمها إزاي، لازم حد يشرحها له الأول. وبعد حتة كده ترجمة الكلمة، معناها إنه يا إما بيشوف كلمات أعلى من مستواه بكتير، يا إما هو بيلجأ إن هو يحطها على برنامج غلط. في برنامج هابعته قاموس ديكشنري بيترجم عربي إنجليزي بس بيحط في جملة، مش جوجل لأ. تمام، هابعته لكم، اسمه ريفيرسو. تمام. تمام ماشي. طيب ايه افضل موقع للسماع؟ بترشح موقع لان هو يسمع من عليه وكده؟ قلنا طبعا BBC صح؟ احنا البي بي سي أولا، ده أول حاجة. البي بي سي. الحاجة التانية اللي بعد كده على طول هي الليسن مينت. بس الأول لازم أحدد أنا مستواي إيه عشان أعرف أسمع كويس. يعني أنا هحط مواقع الاستماع كلها في رسالة، تمام، بس أحدد مستواك عشان تبقى بتسمع. لو رحت البي بي سي وأنت مستواك قليل بجد هتتدمر، يعني هتحس نفسك مش قادر تتأقلم مع اللغة. تمام. برضو ما تنسيش تبعتي برضو لينك التطبيق اللي قلتي ان احنا بنحدد من عليه اه، المستوى. البريتش الانجليش سكور. اه طبعا. السبيكنج ده بقى طبعا لواحد تاني، ده هو لازم يعملوا مع مدرس تيتشر. اه، السبيكنج لازم مدرس يسمعه. لكن مش لازم. مقتنع حضرتك، مش مقتنع حضرتك باللي هو جوجل والاختبار المستوى اللي هناك وكده؟ انا عملت عليه طلعت سي 1 والله ما اعرفش برضه ازاي. يعني انت تخيل انت سيوة، طب انت جاوبت على نفسك اهو. لا طبعا، ما بيبقاش دقيق اصلا خالص خالص. او موقع دي ايه 1؟ الابليكيشن. اه، تحديد المستوى. بقول لك كنت متوقع ايه 1 بس ما اعرفش جت A1. سي 1. اه، ازاي؟ صح. طيب ايه تاني؟ طيب ايه المستوى المناسب لسوق العمل؟ B2 ولا C1؟ B2 لو مش تخصصك تخصص انجلش، يعني لو مش طالع تبقى مدرس انجلش يبقى B2 حلو جدا بالنسبه لك في سوق العمل، ما فيهوش مشكله. تقدر تتعامل. لو انت عايز تبقى مدرس انجلش محترف او مدرب يبقى مش اقل من C1 عشان تقدر تشتغل في مكان كويس. اللي كاتب السؤال ايه كاتب ايه؟ B1 B2 اور C1؟ اجنبي اجنبي يعني، اجنبي. طيب حد بيقول، بنت بتقول عايز اسال ينفع اتعلم انجليش واتمكن فيه لوحدي، ولا لازم انزل اتعلم في مؤسسه بقى وندفع فلوس بقى ونكوع فلوس وكده؟ طيب كاتبه عيني كده. طيب لا، مش انا لازم تتعلموا كده مع حد. الكوتش اللي معايا بتدي كورسات بمبالغ عاليه مش تقدروا عليها. ليه كده؟ انت مخوفهم ليه؟ طيب. انت الناس بتوعك انت بالذات يعني هيبقى في مفاجأة، بس مش هقول لك عليها دلوقتي، اقول لك اصلا عليها بعدين. بجد لا، تنفع نتعلم لوحدنا، بس يعني نحط في بالنا ان التعلم هياخد فترة اطول. يعني ينفع، بس هياخد مننا فترة أطول لأن أنا هصحح لنفسي، لأن أنا هاخد فترة برشد نفسي بحل مع نفسي. ده شوية بياخد فترة عن ان التيتشر اللي قدامك يلاقيك واقع في حاجة يفضل يرلصم لك فيها ويديك يديك يديك. وطبعا التزامنا لوحدنا غير التزامنا مع حد، فبس نتقبل فكرة انه هياخد مننا وقت شوية. ياخدوكي مثال والله قدامهم اهو، ما دفعتيش الله فلوس يبارك واديت لك. قدامك. سبحان الله ما بقى. ده حقيقي. يا انا كده جماعه ما كلمتهمش انجلش حتى، بس اللي هو ايه، يعني بقول لكم حاجة في الاخر كده. لا ما هو في الاخر بقى كنت كلمتين انجلش كده عشان اه. نفهم. طيب حد بيسأل بيقول أفضل طريقة أونلاين يقدر يتعلم بيها؟ طبعا احنا قلنا في وسط الكلام اللي هو اه، السماع الكتير وممكن طبعا. نتابع The American English الكورس بتاعه وننزل الابليكيشن بتاعتها ونمشي معاه لو احنا ماشيين من الأول بجد مع الاستماع مع الحاجات دي. نتابع دروس The American English بتاعت إبراهيم عادل كويسة قوي. تمام جدا تمام. حد بيسأل بيقول أفضل مكان ياخد فيه اختبار التويفل؟ التوفل ده ممكن انزل لكم صفحة حد، دكتورة نهى حسين، مدرسة توفل وبتدي كورسات للتوفل. لو حد عايز ياخد كورس التوفل، ولا هي بتتكلم على الاختبار، اصل الاختبار معروف في الجامعة الأمريكية، لكن كورس للتوفل هبعت لكم الرقم بتاع دكتورة نهى حسين، او هبعته لحضرتك وابعته لها للتوفل مخصوص. تمام. طب إيه أفضل حاجة، اختبار التويفل ولا الآيلتس؟ على حسب احنا عايزين ايه. المنح اللي بره او الناس اللي عايزه تسافر كندا بتطلب ايلتس، في حاجات بيطلب فيها الايلتس، يعني التوفل اسهل شويه، الايلتس اصعب.
بس لو أنا بالنسبة لي أرشّح لأي حد الTOEFL عن الIELTS، بس لو أنت طبعًا الناس اللي شغّالة في الإمارات أو عايزين يشتغلوا في الإمارات مُدرّسين، لازم لو هو مُدرّس English أو هو حد عايز يشتغل ولد وعايز يسافر وعايز يشتغل في الإمارات، دلوقتي اختبار الIELTS لا مَفَر منّه إنه يجيب 7 يجيب score. لو هو عايز يسافر كندا لازم IELTS وليه score معيّن معروف 3 7 8. لو هو بقى هنا في المؤسسات عايز يشتغل بيقدّم على شغل مش عارف إيه، بيكتفي بالTOEFL عادي ما فيهوش مشكلة. تمام. الTOEFL أسهل طبعًا. TOEFL أسهل من الIELTS تمام. طب حد بيقول لي إزاي أبدأ صح وكده، إحنا قُلنا خلاص الكلام دوّة. هل إني أتخرّج مش معايا لغة ده خطر؟ أعتقد المجال اللي بيحدد، صح؟ لأ، هو في كل الأحوال فكرة إن أنت متخرّج مش معاك لغة هو مش خطر، ولكن هو إنذار ليك إن أنت في عالم بيعتمد على اللغة أكتر حاجة، حتى أيًا كان مجالك، مجال تغذية، مجال هندسي، مجال تعليمي، أيًا كان المجال لا غنى عن إن أنت تكون بني آدم في الوقت الحالي، إن الapplication مكتوب فيها مصطلحات بالإنجليزي، إن الفيسبوك بيتكتب عليه حاجات بالإنجليزي، إن إحنا عايزين ندافع عن القضية الفلسطينية، إحنا عايزين نتكلم إنجليزي، عايزين نكتب بوستات. عايزين نتعامل أو نشتغل في شركات في مجالات مختلفة، مش خطر ولكن إنذار إن أنا محتاجة أشتغل على نفسي محتاج يشتغل على نفسه. معلومة برضه، كل ما الواحد يكون لغته أحسن كل ما الفلوس تزيد، فطبعًا نروح نتعلم. هي أكيد بتجيب لك فرص أكتر للشغل وفرص في شركات محترمة أو في شركات عالية. تمام. حد بيقول ممارسة اللغة من الصفر مهمة في تطبيقها على أي تطبيق موجود أونلاين؟ إحنا قُلنا زي American English خلاص، تمام. دي American English بس الممارسة محتاج صديق أو محتاج حد تتعامل معاه، وفي إلسا speaking لو أنا هامارس اللغة الpronunciation بتاعي النطق، حاجة اسمها إلسا speaking برضه هاجيب لكم الlink بتاعها. دي من النوع اللي هو بتخلّيك تنطق كلمات كتير إلسا. زي memories. بتخلّيك عشان تشوف الجُمل على بعضها. كان في تطبيق اسمه memories كده كنت باستخدمه. مش عارفاه، بس هو التطبيق ده جميل صراحة، برضه هابعت الlink بتاعه دلوقتي. ماشي، طيب. بيقول الفرق إني آخد كورس English أتعلم من اليوتيوب، الفرق بين إني آخد كورس English وإني أتعلم من اليوتيوب وأمارس اللغة، يعني إيه الفرق بين إن هو ياخد كورس English في مكان وإن هو يتعلم من اليوتيوب ويمارس اللغة مع نفسه؟ الفرق الوقت، الفرق إن تصحيح، إن أنا ممكن أبقى باعمل أخطاء، ممكن يوصل إنه يتكلم كويس بس يبقى عنده أخطاء. أنت مش هتعرف أخطاء لنَفْسك، يعني أنت ممكن توصل إن أنت تتعلّم وتتكلّم صح، بس still عندك أخطاء مثلًا وأخطاء كبيرة، بس أنت ما تعرفش أصلًا إنها أخطاء، فتعلُّم مع المُدرِّس بيخلّي شوية الوقت أقل، بيshrink الtime شوية، الوقت بتاعك بيبقى قليل. تاني حاجة المُدرِّس بيصحّح الأخطاء، أي خطأ بيشوفه ما بيقدرش يسيبك إن أنت تبقى بتتكلّم كده، لأ أنت لازم يصحّح لك أخطائك كلّها، فدي حاجة شوية بتخلّي اللغة متقوّمة أكتر من إن أنت تطلع متعلّمها عشوائي يعني، تمام. بس يقدر يتعلّمها. تمام. هل عشان تبدأ في تعلم اللغة لازم يكون عندك بيقول عشان يبدأ يتكلم لغة أو يتعلم اللغة يعني كده لازم يكون عنده حصيلة علمية فيها والّا ممكن يبدأ يتعلم دوّة من البداية؟ طبعًا يبدأ لأ، يتعلم عادي. يقدر يتعلّم عادي، وهو بس عشان يتكلّمها كويس لازم يجمّع حصيلة كلمات، بس دي تقدر وأنت بتتعلّم، أنت لو خدت كل يوم 5 كلمات وعلى مدار الأسبوع خدت 35 كلمة كل أسبوع بالمنظر ده، يعني أنت أسبوعين تبقى معاك حوالي 70 كلمة، كتير أوي تعمل بيهم أكتر اضرب 70 في 2 بقى اعمل جُمل بقى، كتير. تمام، كده الأسئلة خلصت وأعتقد إحنا قُلنا كل حاجة تخُص اللغة أعتقد يعني. بالضبط، هو بس تقريبًا مستر زياد كان مستأذن إن هو يسأل سؤال. آه، اتفضل. حضرتك ممكن تكتب في الchat أو تفتح المايك تسأل السؤال. تمام، هو أولًا كده حابب أشكرِك والله على كم المعلومات دي، يعني ما حدش بيدّي المعلومات دي بيفيد غيره بيها، شكرًا ليكِ. ربنا يبارك فيك. عفوًا، تحت أمرك. وأنا تربية English يعني ده جدًا، فحتى التطبيقات اللي حضرتك بتقول عليها دي أنا استفدتها من الدكاترة بتوعي يعني كلّهم متعاونين معايا في الحاجات دي، بس الفكرة أنا جيت أطوّر من نفسي في اللغة، أنا عملت الEnglish score ده وبقيت intermediate بس أنا بقيت مدرب وبادرّب في حاجات تاني برّه أنا soft skills والحاجات دي كلّها ومشترك في تمام، صوت واضح؟ تمام.
يعني هو ومشترك في تذبذب شوية، بس أنا يعني فاهمة أنت بتقول إيه. انا مشترك دي في توجهي حاجات كتيرة وكده. فالناس يعني لو زمايلي اكتر والناس اللي تعرفني في المجتمع بتاعي باني طالب مثالي جامعه، فكله شايف ان انا انجليش. طب ما تدربنا حاجه انجليش، طب ما تساعدنا نوصل في حاجه في الانجليش. فانا بالنسبه لي حابب مجال وحابب ان انا اخده كتدريب. بس عندنا مثلا في تربيه مفيش الوقت، مفيش الامكانيه ان احنا نطور من نفسنا، ان احنا نحضر ماتيريال او نشتغل عليها. فاعمل الموضوع ده ازاي او ابداه في ازاي؟ ماتيريال موجودة. طيب أنت اللغة بتاعتك intermediate، بتعرف تتكلم كويس؟ يعني أنت لو عايز تدرب حد، الناس اللي أنت عايز تدربهم مستواهم إيه؟ زمايل ليك ولا ناس أقل بقى beginners وكده؟ لا، بيجنرز. طيب حلو جدا، ما فيهاش مشكلة خالص. في طبعا ماتيريال موجودة. أنا عارفة أنت سنة كام في تربية. تالتة. طيب حلو أوي، أنت مستواك ومؤهل جدًا. أنا ممكن أبعت لك material خُدها واشتغل بيها على طول. material بتبقى الكتب والصوتيات بتاعتها، وأقول لك طريقة إن أنت تشتغل، وبعد كده لمّا ربنا يكرمك يا رب العالمين وتتخرّج من الكلية بتاعتك على خير، هابدأ أقول لك الشهادات اللي تقدر تاخدها وتأهّلك وتشتغل إزاي، وتتعلم تضبّط الmaterial بتاعتك إزاي، لحد ما تتخرّج إن شاء الله. بس هاقول لك الكتب دي اشتغل منها كذا، الكتاب ده بنشتغل منه grammar، التمرينات بتاعته بتبقى موجودة، الصوتيات بتاعته موجودة، كل حاجة. ما بتجهّزش أي حاجة، بتبقى موجودة، أنت بتشرح بس. تمام، اوكي. فحضرتك اتواصل معايا من رقمي على الجروب على الواتساب، اتواصل معايا وهابعت لك الmaterial، وهابعت لك كل اللي أنت محتاجه إن شاء الله، وربنا يوفقك يا رب، يوسّع رزقك. ان شاء الله يا دكتور تسلم. إن شاء الله. طيب لو حد عنده أي سؤال أنا معاكم. لو حد برضه still عنده أي استفسار أو افتكر أي استفسار يقدر يتواصل على الواتساب. يعني أنا إن شاء الله يعني لو في إيدي أي حاجة إن أنا أفيدكم بيها، أو لو حد عايز يعني يسأل عن أي حاجة، فأنا إن شاء الله بإذن رب العالمين أنا معاكم في أي حاجة بإذن الله. طيب أنا سعيدة جدًا، جدًا، جدًا بالتواصل معاكم، سعيدة جدًا، جدًا إن أنا كنت معاكم النهارده، و وإن إحنا اتكلمنا مع بعض، وربنا يوفقكم جميعًا يا رب العالمين، سواء في تعلم اللغة أو سواء in general في الحياة وفي طريقكم يا رب العالمين. ما تيأسوش، ويعني حبوا الحياة وحبوا نفسكم، دي أهم حاجة. وخلّوا عندكم ثقة. لو أنت واثق إن أنت تقدر تعمل حاجة، ما لكش دعوة بأي حد حواليك، ما لكش دعوة بأي حد بيقول لك إنك ما تقدرش. خُد الطريق. لو لقيت حد في نفس مجالك بيقول لك بلاش كذا واعمل كذا، امشي وراه، لإن اللي سبقني بالخبرة بدال هو مش حد عايز يعطّلني، أو هو مش شخص وِحِش. اسمع كلامه، اعمل ده. اقتصر على نفسك الطريق، مش لازم أجيب الطريق من أوله. لأ، لو حد سبقني وقال لي لأ، الحاجات دي ما لهاش لازمة، الكورس ده مفيد، الكورس ده أي كلام، الناس دي بلاش تاخد معاهم كورسات، الناس دي كذا. استفادوا من الحتّة دي، وربنا يا رب يكتب لكم كل الخير يا رب العالمين، سواء أنتم مدرسين أو متعلمين، وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. وشكرًا طبعًا باشمهندس محمود على استضافتك الجميلة دي. خلصتِ مِس معاهم سؤال؟ خلاص إحنا خلصنا. مش عارف أقول لِك إيه على كمية الاستفادة اللي أنا شخصيًا استفدتها والله. أنا ما كنتش متوقع برضه الصراحة إن حتى البودكاست طوّل تقريبًا ساعتين باين، كمية معلومات وكمية تقريبًا. إفادة على المستوى الشخصي وعلى مستوى اللغة الإنجليزية يعني. فشكرًا والله، ربنا باشكرِك يبارك جدًا. فيك. ربنا متشكرة جدًا، يخليكِ. جدًا ليك والله، ويعني شكرًا لفكرتك، فكرة عظيمة جدًا، وأنا نفسي هاحضر الpodcasts بتاعة الناس اللي هتيجي بعد كده إن شاء الله، ونستفاد من خبرة بعض، ودي حاجة رائعة جدًا، جدًا، مبادرة جميلة جدًا. إن شاء الله يا رب ينفع بينا ويبقى عايزين نمشي على مقولة إيه، ويبقى الأثر. دايمًا ويبقى الأثر. بامشي على خطة أقولها قدّامي كده والله، عشان يعني لمّا أموت مثلًا وكده، ما حدش يضمن عمره طبعًا، اللي هو الواحد يسيب ربنا يا أثر. رب باقعد أتخيل كده يصلحك ويصلح عمرك يا رب. لمّا أموت الناس تقعد تسمع فيديوهاتي أو تشوف كلامي أو البودكاست دوّة مثلًا يتسمع كده، اللي هو كإننا عايشين لسه. بالضبط، يا رب، يا رب، اللهم آمين يا رب، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. تسلم. يا رب جميعًا إن شاء الله. وشكرًا جدًا والله ليكِ. عندِك أي عفوًا، إضافة؟ عفوًا. شكرًا، شكرًا والله، تمنياتي ليكم كلكم بالخير يا رب العالمين، ولو في أي حاجة أقدر أساعد فيها إن شاء الله هابقى موجودة على الجروب، لو في أي حد محتاج أي حاجة أو بيسأل على أي مواقع هاشيّرها معاكم إن شاء الله. شوفي حضرتِك ممكن تبعتيها على الجروب على طول، أنتِ admin، أو ممكن تبعتيها لي وأنا أبعتها